ازيكم يا شبابنا؟ عاملين ايه وايه اخباركم؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة اينشتاين في العلوم. شباب وبنات اولى اعدادي، عاملين ايه وايه اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلام دايما يا رب ان شاء الله. هنبتدي النهاردة نحل على الدرس الثاني في الوحدة الاولى، الا وهو درس الجدول الدوري الحديث. فطالما وصلك الفيديو ارزع اللايك المتين حالا بالا فعلا، فعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. لينك التليجرام بسيبه لك في اول كومنت، بسيب لك الورق اللي انا بشرح منه بيبقى فور فري. دخول الجروب ده بيبقى فور فري، يعني احنا بس بنساعد الناس مش اكتر ولا اقل. لو انت حابب تسال اي سؤال بجاوبك عليه فويس نوت، لو انت سالت اي سؤال في الكومنتس على اليوتيوب بجاوبك عليه على طول بنفسي. فيلا بينا نخش في الحصه بتاعت النهارده عشان هتطول سيك. كوبايه الشاي بتاعتك، كوبايه النسكافيه بتاعتك، اي حاجه بتحب تشربها، وتعالى معايا نعيش مع بعض مع الجدول الدوري الحديث. بسرعه كده بقى، الحاجات اللي هي ايه، اكتب ما تعبر عنه كل عباره من العبارات الاتيه. دي عايزين ناخدها بسرعه عشان في حاجات عايزين نشرحها بهدوء وبتروي. خلاص، يلا بينا. جدول رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعديا حسب كتلتها الذريه. ده الجدول الدوري لمندليف. عالم اكتشف ان نواه الذره تحتوي على بروتونات موجبه الشحنه. اللي اكتشف البروتونات هو رذرفورد. البروتونات رذرفورد. خلاص اعرفها كده. أول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر هو الجدول الدوري لمندليف على فكرة. ده أول جدول دوري، بعديه جه موزلي، بعديه جه الجدول الدوري الحديث. عالم أضاف المجموعة الصفرية إلى الجدول الدوري لمندليف. اللي جه بعد مندليف اللي هو العالم موزلي. جدول رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعديا حسب أعدادها الذرية، برضو الجدول الدوري لموزلي. رقم 6، جدول رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعديا حسب أعدادها الذرية وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات. ده الجدول الدوري الحديث. يبقى الستة دول بيتكلموا عن الجدول الدوري والعلماء اللي اشتغلوا في الجدول الدوري. رقم 7، صفوف أفقية، يبقى ديت الايه؟ الدورات. أعمدة رأسية، يبقى دي ايه؟ المجموعات. الفلز السائل الوحيد ده الزئبق، الزئبق صح. اللافلز السائل الوحيد البروم. الفلزات التي تقع أقصى يسار الجدول الدوري الحديث. مين الفلزات ديت؟ دي الفلزات الأقلاء. هتلاقي اللي بعدها هي الأقلاء الأرضية، بس هو بيسألك على الأقصى يسار. يبقى المجموعة واحد ايه؟ يبقى الأقلاء. إحدى فئات الجدول الدوري الحديث جميع عناصرها فلزات ما عدا الهيدروجين. برافو عليك، ديت الفئة اس. عناصر المجموعة 7 ايه في الجدول الدوري الحديث اسمها الهالوجينات. عناصر تقع في الفئة بي ولا يمكن التعرف عليها من أعداد إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي لها. على فكرة ده يعتبر سؤال علل هنقابله قدام كمان. طب دي مين؟ أشباه الفلزات. الفئة التي تقع في منتصف الجدول الدوري الفئة دي. عناصر تقع في الفئة دي وتبدأ من الدورة الرابعة بالجدول الدوري الحديث ديت العناصر الفلزات الانتقالية. بعد كده الفئة التي تضم عناصر اللانسينيدات والأكتينيدات ديت الفئة F. عناصر تنتهي توزيعها الإلكتروني ب5 أو 6 أو 7 ديت عناصر اللافلزات. وعناصر يحتوي مستوى طاقتها الخارجي غالبا على أقل من 4 إلكترونات دي الفلزات، يعني تحتوي على 1 أو 2 أو 3. كده خلصنا. اكتب ما تعبر عنه كل عبارة من العبارات الآتية. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. في الجدول بتاع موزلي ماشي، والجدول الدوري الحديث برضو، كل عنصر يزيد عما يسبقه في الدورة الواحدة. يعني وانا ماشي كده كل واحد بيزيد على قبله مقدار 1 إلكترون، ده اللي احنا أخدناه. ولكن مفيش هنا إلكترون بس في بروتون، وانت عارف يا مستر ان الإلكترون يساوي البروتون، فانا هختار ب. ده كلام صحيح جدا. مش لأن الإلكترون في الحالة دي كمقدار يساوي البروتون. الإلكترون كمقدار يساوي البروتون. الإلكترون مقدارا يساوي البروتون. عدد العناصر الغازية في الجدول الدوري. ركز معايا. احنا عندنا هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، رادون غازات خاملة. وعندنا كده 6 زائد 5 غازات نشطة. يبقى أنت كده تختار مين؟ 5 و6 كام؟ 11. يبقى احنا عندنا 11 عنصر غازي.
اي العناصر الاتيه تعتبر من اللافلزات؟ انا عينيا على طول راحت على البروم، لان انا عارف ان البروم ده يا مستر من الهالوجينات، هيليوم نيون ارجون، انا اسف لا يعتبر من اللافلزات، انا اسف. الهيليوم دوت ايه؟ فلور كلور بروم، صح ولا لا؟ فلور كلور بروم يودستاتين، وديت من الهالوجينات، وانت عارف ان الهالوجينات ديت يا مستر هي ايه؟ لافلزات. طيب حاجه كمان، انت عارف برضو ان البروم ده هو اللافلز السائل الوحيد، فدي معلومه عندك، وبيبقى عباره عن جزيئين، بروم ده بيبقى بي ار 2 لازم، على عكس الاتش جي، الاتش جي مش تحتها 2 ولا حاجه. عدد عناصر الدوره الثالثه من دورات الجدول الدوري، تعال نفتكر القصه كلها. الدوره الاولى فيها عنصرين هما الهيدروجين والهيليوم، الدوره الثانيه فيها 2 و6 يعني 8، الدوره الثالثه فيها 2 و6 8. بعد كده الدوره الرابعه هتبدا الايه؟ العناصر الانتقاليه الفئه دي تبدا تدخل، فيبقى عندي 2 و10 و6 18، فانا اخترت ايه؟ 8. الدوره الثالثه فيها 2 من الفائز، وفي فجوه كده في النص، بعد كده وصلنا مين؟ 3 في اسف 6 في الفئه بي، صح؟ يبقى 2 و6 8. تقع مجموعة الأقلاء الأرضية فين؟ يسار، عشان هي في الفائس. تنتمي عناصر مجموعة 2 إيه؟ ما هي دي الأقلاء الأرضية، برافو. عنصر ال Na11 ده من الفلزات، دي صح. اللافلزات، أشباه فلزات، عناصر خاملة، لا هي الفلزات. لأن ليه بقى؟ لأن أنا لما أجي أوزعه، أولا لأن هو في الواحد إيه؟ المفروض أنت عارف عناصر واحد إيه وعارف 2 إيه، ماشي كده، و... وعارف الهالوجينات وعارف الغازات الخام، دول لازم يتحفظوا بالترتيب. طيب انا مستر مش فاكرهم قوي، بس عايز اعرف هي فلز ولا لا فلز ولا اشباه فلز ولا غاز خامل. كده كده اشباه فلزات محفوظ. طيب اللافلزات والفلزات اعرفهم منين؟ اوزع الصوديوم. لما اجي اوزع الصوديوم يا مستر هتلاقيني بعمل كده، ماشي كده، ايوه زي الفل اهو. لما اجي اوزع الصوديوم هيبقى كده 2 8 1، اخر مستوى طاقه فيه واحد او اتنين او تلاته، يبقى ايه؟ برافو عليك، هيبقى فلز، جدع. تعال نخش في الموضوع اللي بعده على طول. تحتوي الفئه مين بالجدول الدوري على معظم انواع العناصر؟ الفئه بي، لان فيها بعض الفلزات، وفيها لا فلزات، كل اللافلزات تقريبا، وكل ما عدا الهيدروجين اللي في الواحد ايه، وكل اشباه الفلزات، وكل الغازات الخام، فيها كل انواع العناصر، فبالتالي اختار بي. يعتبر مين هالوجين صلب؟ احنا عندنا الهالوجينات فلور كلور بروم يود ستاتين، صح ولا لا؟ مين الصلب فيهم؟ اليود. البروم سائل، الكلور والفلور غازات، جدع برافو عليك، حلل كده اجابتك وامشي واحده واحده، محدش بيجري وراك. تنتمي المجموعه الصفريه بالجدول الدوري الى الفئه بي. بص انا عملت حتى ايه؟ بي اللي هي في اليمين. تضم المجموعه الصفريه الغازات الخامله. يحتوي مستوى الطاقة الأخير لذرة الأرجون على كم إلكترون؟ افتكر معايا، أنت عارف هيليوم نيون أرجون، صح كده؟ كده الغازات الخاملة آخر مستوى طاقة فيها بيبقى مكتمل، فيبقى 8، ده كده. فأنت عارف إن الأرجون أساسا غاز خامل، فيبقى آخر مستوى طاقة فيه 8 بالعقل يعني. يعد عنصر مين من أشباه الفلزات؟ من أشباه الفلزات يا مستر هو البورون. معلومة، الحديد والزئبق والنحاس الثلاثة دول من الفلزات. من الايه عينيا؟ من الفلزات. تعرف الفئة دي انها الفلزات الانتقالية. يبدأ ظهور الفلزات الانتقالية من الدورة الرابعة، جدع. تنتمي اللانسينيدات للفئة اف، تبقى اسفل الجدول الدوري. اللانسينيدات والاكتينيدات تضم الدورة الرابعة عناصر من الفئة مين؟ اس وبي ودي، لان عند الدوره الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه بيبقى في عناصر من الفئه اس ومن الفئه بي ومن الفئه دي. اساسا الفئه دي بتبدا تظهر من الدوره الرابعه. طب مستر اف ملهاش نصيب معايا ولا ايه؟ لا، اف يا مستر ملهاش نصيب معايا لانها اسفل الجدول الدوري خالص. طب لو انا قلت الدوره الثالثه اختار مين؟ اختار اس وبي. طب الثانيه اس وبي، الاولى اس وبي. يبقى الدوره الاولى والثانيه والثالثه فيها عناصر من اس وبي، يعني
في الدورة الأولى في عنصر من S وعنصر من B. الدورة الثانية فيها عنصرين من S وستة من B. الدورة الثالثة فيها عنصرين من S وستة من B. الدورة الرابعة فيها عنصرين من S و10 من D وستة من B. صح ولا لا؟ امشي مع الجدول كده تنبسط قوي. تنتهي كل دورة من دورات الجدول الدوري بعنصر من العناصر الخاملة. كل ما أنا ماشي كده في الدورة ببدأ بفلز قوي بيبدأ يضعف 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 لحد ما أوصل ل يعني يعتبر كده شبه فلز، بعد كده لا فلزات، بعد كده غازات خاملة. دايما الترتيب بيبقى كده. تعال نشوف بقى أكمل العبارات الآتية بما إيه يا باشا؟ بما يناسبها. يلا بينا. رتبت العناصر في الجدول بتاع مندليف حسب الكتلة الذرية، بينما موزلي حسب الأعداد الذرية، وموزلي هو الصح حسب الأعداد الذرية. في الجدول الدوري الحديث تم تصنيف العناصر تبعا للتدرج التصاعدي في إيه؟ ده أنا بتكلم على الجدول الدوري الحديث. تبعا للتدرج التصاعدي في الأعداد الذرية وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات. رقم 3، عدد عناصر الغازات الخاملة كام؟ هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، رادون 6. إنما اللافلزية الأخرى كام؟ الغازات اللافلزية الأخرى كام؟ 5. مجموعهم 11. قولهم لي أنت بقى مين ال5 دول؟ جميع عناصر الفئة مين؟ صلبة. ماشي يا عم. ما عدا مين؟ لافلز غاز. خد بالك ده مين بقى؟ ده الفئة اس، كلها فعلا صلبة عشان هي فلزات، ما عدا الهيدروجين لا فلز غاز. حلو ده، سؤال حلو قوي. طيب السؤال رقم 5، تبدأ كل دورة من دورات الجدول الدوري بعنصر فلز ما عدا الدورة 1 تبدأ بعنصر لا فلز اللي هو مين؟ اللي هو الهيدروجين. رقم 6، تنتمي عناصر الأقلاء للفئة S بينما الهالوجينات للفئة B. رقم 7، تقع عناصر الفئة S يسار الجدول الدوري بينما الفئة مين يمين B يمين الجدول الدوري. يعتبر السيليكون والجرمانيوم من العناصر الإيه بقى؟ انت حافظهم المفروض، دول محفوظين أشباه الفلزات. تقع الفئة F أسفل الجدول الدوري الحديث بينما تشغل عناصر الفئة D وسط أو منتصف الجدول الدوري الحديث. تنتهي دورات الجدول الدوري الحديث بعناصر إيه؟ تنتهي كلها الدورة بعناصر خاملة، يعني ده الغازات الخاملة، ويسبقها هالوجينات. قبل المجموعة الصفرية أو قبل الغازات الخاملة قبلها على طول الهالوجينات. 107 إيه؟ أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. يلا بينا يلا بينا، ركز معايا في دي بقى. يعني يعتبر أغلبها علماء. اكتشف العالم مين أن دورية خواص العناصر ترتبط بإيه وليست بإيه؟ مضطر أقول موزلي عشان أقول إنها بالأعداد الذرية وليست بالكتلة الذرية، اللي هو التعديل على مندليف. أضاف العالم مين المجموعة الصفرية؟ لا، ده العالم موزلي برضو. موزلي هو اللي أضاف المجموعة الصفرية وأضاف عناصر تانية كمان ما كانش اكتشفها مندليف إلى الجدول بتاع مندليف. اكتشف العالم مين أن نواة ذرة العنصر تحتوي على بروتونات موجبة. موجبة هي البروتونات يعني. مين اللي اكتشف كده بروتونات؟ يبقى العالم رازرفورد. جدع. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ مع التصويب. يلا بينا. عدد العناصر المعروفة حتى الآن هم 118 عنصر، ده كلام مظبوط. الزئبق هو عنصر فلزي سائل، فلزي صح وسائل صح، وعبارة عن ذرة واحدة. يتكون الجدول الدوري الحديث من 9 دورات 13 مجموعة، لا 18 مجموعة. تتكون الفئة B في الجدول الدوري الحديث من 5 مجموعات رأسية، لا هم 6 مجموعات رأسية، و10 في D و2 في S. يمكن التعرف على أشباه الفلزات؟ لا يمكن التعرف على أشباه الفلزات، هم بيتحفظوا. تحتوي الفئة دي على معظم أنواع العناصر؟ لا، الفئة دي بتحتوي على عناصر فلزات فقط. مين اللي بتحتوي على معظم أنواع العناصر؟ الفئة B تحتوي على فلزات ولا فلزات وغازات خاملة وأشباه فلزات. ماشي كده؟ طيب يلا بينا نخش على رقم 6. صوب ما تحته خط. رتبت العناصر في الجدول الدوري لمندليف حسب، مندليف ده اللي غلط، مندليف بتاع الرغيف ده غلط، ده حسب ايه؟ حسب الكتلة الذرية.
اكتشف مندليف أن خواص العناصر تتكرر بشكل دوري مع بداية كل دورة جديدة. دي جملة مكتوبة معروفة، مع بداية كل دورة جديدة. يعني إيه؟ هجيب لك الجدول الدوري واشرح لك عليه النقطة دي، عشان النقطة دي تهمني إن أنت تبقى عارف. خواص العناصر تتكرر بشكل دوري مع بداية كل دورة جديدة. الجملة دي مهمة جدا بالنسبة لي إن أنت تبقى فاهمها. بص يا سيدي، حاول أشرحها لك كده. ماشي، ركز بقى كده معايا. أنا ماشي في الدورة، هات معايا مثلا الدورة دي عشان دورة مكتملة كده. هو طبعا كل اللي أنا بقوله يطبق على كل الدورات، بس أنا همسك الدورة دي اللي هي الدورة الرابعة عشان فيها كل العناصر. دايما لازم ابتدي بعنصر فلز. طب ايه رايك نتعلم الدوره دي عشان نشرحها 3 مرات، ما عدا طبعا الدوره الاولى بتبتدي بلا فلز، ماليش دعوه. بس اول الدوره بتبتدي بايه؟ بفلز. الفلز ده بيبدا يضعف 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 يضعف، بعد كده نخش في اللا فلزات بقى. يبقى لا فلز، من هنا لا فلز، لا فلز قوي، لا فلز اقوى، لا فلز اقوى، غاز خام. حد فاهم انا عايز اقول ايه؟ بس ده القصد يعني. تاني ببدأ أقول إيه؟ فلز، فلز أضعف، بعد كده شبه فلز يا سيدي، بعد كده لا فلز ضعيف، لا فلز أقوى أقوى أقوى، بعد كده غاز خامل. أرجع أروح للدورة اللي بعدها، أبدأ أقول فلز قوي. شوف خواص العناصر بتبدأ تتكرر. بعد كده فلز يبدأ يضعف، فلز يضعف، بعد كده يبقى عندي شبه فلز، بعد كده لا فلز ضعيف، لا فلز أقوى، لا فلز أقوى، بعد كده غاز خامل. نبدأ نعيد الكر، نقول فلز قوي، فلز اضعف شويه، بعد كده دي كلها فلزات بس ببدا اضعف 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 اضعف. بعد كده هنا بقول ايه؟ ده يعتبر فلز يا سيدي. بعد كده الجرمانيوم، لا انا عارف ان الجرمانيوم ده شبه فلز، الزرنيخ شبه فلز، بعد كده ده لا فلز، لا فلز اقوى، غاز خامل. فببدا ايه؟ ابدا بفلز وانهي بلا فلز قوي وغاز خامل. هو ده بتتكرر دايما دايما دايما، تلاقيها بتتكرر بالشكل ده. وصلت انا عايز اقول ايه؟ هو ده الكلام. فهي دي معنى الكلمه دي، معنى الجمله دي هو اللي انا قلته لك، ان بتتكرر خواص العناصر مع بدايه كل دوره جديده. عدد عناصر الدوره الرابعه بالجدول الدوري 2 و10 و6، 18 عنصر. معظم عناصر الجدول الدوري صلبه يا مان، 2 بس سائلين، البروم والزئبق، و11 بس غازيين اللي هم مين؟ انت عارف بقى، الغازات الخامله والغازات النشطه. انما الباقي كله، باقي ال 118 صلب. يعني 118 ناقص ال 11 بتوع الغازات وناقص الاثنين بتوع السائلين، باقي ال 118 كلهم صلب. فطبعا الصلب اكتر. ينتهي التوزيع الالكتروني لعناصر الاقلاء الارضيه ب 2 الكترون، والهالوجينات ب7 الكترونات. ليه؟ لان الاقلاء الارضيه معناها 2 ايه، و2 ايه دي معناها بنتهي ب2. لو 3 ايه بنتهي ب3، 4 ايه بنتهي ب4، طب 7 ايه بنتهي ب7. خلاص سهله. تقع مجموعتان 1 ايه و2 ايه في الفئه اس. يبدا ظهور مين من الدوره الرابعه؟ الفلزات الانتقاليه. خد بالك، ممكن اقول الفئه دي، عناصر الفئه دي ممكن، بس انا هنا عينيا لقيت فلزات اقلاء، فانا عايز اجيب حاجه شبه، فاقول الاقلاء الارضيه. حلوه اللعبه دي، جميل قوي. تعالى لي هنا بقى، اذكر مثال واحد على كل من. لا انا مش هقول مثال واحد، انا هقول كل الامثله اللي ممكن تخطر في دماغك. احد عناصر الفئه اس. تعالى نقول كله، ايه رايك؟ احد عناصر الفئه اس. مستر انا عندي الهيدروجين، صح، وعندي الليثيوم، وعندي الصوديوم، وعندي البوتاسيوم، وعندي الروبيديوم، وعندي السيزيوم. صح، انا كده قلت واحد ايه. طب واتنين ايه يا مستر؟ عندي 3 معروفين. عندي البي اي اللي هي بريليوم، صح ولا لا؟ برافو عليك. وعندي المغنيسيوم، جدع. وعندي مين تاني؟ الكالسيوم، استاذ. دول كلهم ممكن يتكتبوا. شوف كل دول ممكن يتكتبوا، اقول اختار واحده منهم، وليكن مثلا الصوديوم، الليثيوم، اي حاجه. مستر انت ليه كاتب الهيدروجين؟ عشان هو احد فائس، بس هو ما قالش فلزات. بس هو تقدر تنكر لو انا قلت لك العنصر الهيدروجين يقع في فئه مين، تقول لي ايه؟ فائس، صح، ما غلطتش. طيب، طب عناصر الفلزات الاقلاء هم دول. طب الاقلاء الارضيه، ال3 دول، برافو عليك.
طب الهالوجينات تعال نقولهم مع بعض. الهالوجينات فلور، كلور، بروم، يود، استاتين. دول فلور، كلور، بروم، يود، استاتين. ولو انت عايز تكتبها بالصيغه صح تعملها كده عشان هي بتبقى ثنائيه الظرف. برافو عليك. طب لو انا عايز غازات خامله اكتبهم بقى: هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. ماشي. عنصر فلزي، يا نهار ابيض، كل العناصر بتاعت الفا اس ممكن تتكتب ما عدا الهيدروجين، فكل الامثله ممكن تتكتب ما عدا الهيدروجين. زود عليهم مثلا الالومنيوم. يلا من مين بقى؟ من 3 ايه، من الفئه بي، لان ده يعتبر فلز برضه. خلاص كده يا شباب؟ تمام. وطبعا مش عايزك تقول لي اي مثال من الفئه دي لان انت مش عليك اي حاجه في الفئه دي. طيب عنصر لا فلز، عنصر لا فلز ممكن اقول له كل الهالوجينات. خلاص كده. وممكن اقول له زود بقى عندك مثلا العب بقى معاه، اقول له بص اقول كده الهالوجينات تاني: فلور، كلور، بروم، يود، استاتين. ازود مثلا الكربون، زود الاكسجين، زود النيتروجين، زود الهيدروجين، زود بس خلاص كفايه. كفايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 امثله. ماشي. عايزك انت بقى تقول لي الامثله بتاعت اشباه الفلزات. انا اقول لك مثلا واحد: سيليكون، زرنيخ، البورون، جرمانيوم. براحتك بقى، عيش مع نفسك. خلاص كده. قول الامثله اللي تقدر انت تقولها زي الفل من غير رموز، قولها لي اكتبها عادي. ماشي. انا كنت بكتب رموز عشان اقول بسرعه، ولكن انت المفروض تكتب صوديوم. ماشي، ما تكتبهاش بالرموز. تعالى بقى نشوف الكلام ده بيقول ايه. اذكر العدد او الرقم الدال على كل مما يعني كل من دول يعني. عدد عناصر الجدول الدوري 118 عنصر. عدد الدورات 7. عدد المجموعات، برافو عليك، 18. عدد الفئات هم 4. عدد عناصر الدورة 1 في الجدول الدوري، عنصرين 2 يعني. عدد العناصر في الدورة الثالثة 2. أنا قصدي هنا في الدورة الأولى هيدروجين وهيليوم، هما عنصرين. طب في الدورة الثالثة بقى 2 و6 كام؟ 8. عدد مجموعات الفائز 2. عدد المجموعات التي يرمز لها بالرمز ايه في الجدول الدوري؟ لا نعد مع بعض كده، فكر كده معايا. 1 ايه، 2 ايه، 3 ايه، انا بعد الايهات بس ماليش دعوه بالبي. يبقى 1 ايه، 2 ايه، 3 ايه، 4 ايه، 5 ايه، 6 ايه، 7 ايه. طب هقول 8 ايه؟ مفيش 8 ايه، اسمها صفريه. يبقى هما كام؟ 7. من 1 ايه ل 7 ايه؟ 7. برافو عليك. ماشي. كمل. عدد مجموعات الفئة بي عارفينها دي صح؟ 6. عدد العناصر الخاملة قلناها بقى: هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، رادون. 6. برافو عليك، ممتاز ممتاز، غاية الروعة والجمال. تعال نبدأ. استخرج الكلمة أو الرمز الغير مناسب ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. بالراحة وتتتاتا، مش ورانا أي حاجة. الزئبق، المغنيسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، كلهم فلزات، كلهم فلزات، بس الزئبق سائل، كلهم صلب، فجميعها فلزات صلبة ونختار الزئبق. طب فلور، كلور، أكسجين، نحاس، أنا أختار النحاس وأقول إن الباقي دي عناصر غازية، ده فلزات غازية. اس بي دي اف، أختار الأو. ماشي. مجموعة 1 إيه، 3 إيه، 4 إيه، 5 إيه. هقول لك أنا أختار 1 إيه واقول ان 3 ايه و4 ايه و5 ايه كلهم في الفئه بي، انما 1 ايه في الفئه اس. جدع. بورون، سيليكون، زرنيخ، اختار الصوديوم واقول ان الباقي ده اشبه فلزات. برافو. هيليوم، نيون، ارجون، اختار الصوديوم واقول ان الباقي غازات خامله. كريبتون، زينون، رادون، اختار النيتروجين واقول ان الباقي غازات خامله. برضه مفيش حاجه. تعالى نختار الكلام الجميل ده. الفائز يسار الجدول الدوري عباره عن مجموعتين رئيسيتين. الفئة بي تبقى يمين الجدول الدوري، والمجموعة الصفرية هي آخر مجموعتها. الفئة دي منتصف الجدول الدوري الحديث، ويبقى فيها إيه؟ ثانية كده، تضم
العناصر الانتقاليه. ماشي كده. تتكون من 3 اعمده رئيسيه، دي جمله ناقصه، اللي هي المجموعه الثامنه الثامنه الثامنه، هي مش كلها عباره عن ال3 اعمده رئيسيه، لا ده انت لو هتقول كده هي عباره عن 10 مجموعات رئيسيه، بس ال3 اعمده رئيسيه دول يعني هو يقصد بيهم الثامنه الثامنه الثامنه. فاكر الشرح؟ هو ده. طبعا هي مش كلها دول. ماشي، حلو قوي. علل لما ياتي. يلا. تعدد محاولات العلماء لتصنيف العناصر. ليه؟ لتسهيل دراستها واستنباط العلاقات بين العناصر وخواصها الفيزيائية والكيميائية. تعال نشوف. رقم 2، أعاد موزلي ترتيب العناصر تصاعديا في جدوله الدوري حسب الأعداد الذرية. ليه بقى؟ ليه؟ نقول كده لأنه اكتشف أن دورية خواص العناصر ترتبط بأعدادها الذرية وليست بكتلتها الذرية. دورية خواص العناصر، سيبك من الكلمة المجعلصة دي، خواص العنصر ليها علاقة بالعدد الذري أكتر ما ليها علاقة بالكتلة الذرية، بس هو عايز يقول كده يعني. رقم 3، الصوديوم Na11 من العناصر الأقلاء الأرضية. آسف، من العناصر الأقلاء، آسف مش أقلاء أرضية. ليه بقى؟ لأن أنا حضرتك لما أجي أوزع الصوديوم كده وأقول KLM281 هقول إن هو فعلا في المجموعة 1A. برافو. مجموعة 1A، صح ولا؟ كلام محترم أهو، كلام جميل جدا وشياكة، صح ولا؟ يبقى تاني الصوديوم Na11 من العناصر الأقلاء. ليه؟ لأن أنا لما باجي بوزعه بيحتوي مستوى الطاقة الأخير على 1 إلكترون. جميل الكلام ده؟ أنا موافق. أنت موافق؟ أنا موافق. رقم 4، المغنيسيوم من الأقلاء الأرضية. ليه؟ عشان لما أجي أوزعه برضو هلاقي إن مستوى الطاقة الأخير بيحتوي على 2 إلكترون. 2 إلكترون يعني 2 إيه؟ سهل ولا صعبة؟ سهل. الكلور من الهالوجينات، علشان يا مستر لما باجي أوزعه بيبقى 2 8 7، آخر مستوى طاقة فيه 7، وده كده من الهالوجينات. الدنيا في اللطيف منه يعني، مفيش حاجة صعبة. ماشي، يبقى لأن آخر مستوى طاقة بيحتوي على كم إلكترون؟ على 7 إلكترونات. الكالسيوم Ca20 فلز، بينما النيتروجين N7000 فلز. ليه؟ لأن آخر مستوى طاقة في ذرة الكالسيوم 2، بينما آخر مستوى طاقة في النيتروجين 5 بس. والفلزات بيبقى آخرها 1 أو 2 أو 3، إنما بتاع ده آخره 5 أو 6 أو 7 بس. مفيش حاجة يعني. سهل ولا صعب؟ سهل. خش على اللي بعده. لا يمكن التعرف على أشباه الفلزات من توزيعها الإلكتروني. ليه؟ لاختلاف عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي في كل ذرة منها. يعني ممكن تلاقي واحدة آخرها 5، واحدة آخرها 6، واحدة آخرها 4، ما تعرفش بقى. لكن الفلزات معروفة 1 أو 2 أو 3. اللافلزات معروفة 5 أو 6 أو 7. أشباه الفلزات آخر مستوى طاقة ده مش معروف، بس ما تقدرش تحدد يعني. قارن بين جدول الدوري المندليف وجدول الدوري الحديث. بص، لما يقول لك على الأساس العلمي، أهم حاجة مش اللي أضافه موزلي. فكك من اللي أضافه موزلي، هو أنا ما بتكلمش عن موزلي مبدئيا، بيتكلم عن الجدول الدوري الحديث. حاضر. مندليف أساسا كان بيرتب العناصر تصاعديا حسب الكتلة الذرية، بس خلاص كده. لكن الجدول الدوري الحديث بيرتب العناصر تصاعديا عادي جدا، يعني من الصغير للكبير، حسب أعدادها الذرية، دي حسب الكتلة الذرية، وحسب إيه تاني؟ طريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات. برافو عليك. الفاء اس والفاء بي من حيث الموقع في الجدول الدوري، ده يسار وده يمين. عدد المجموعات ده 2 وده 6. أنواع العناصر هنا بتبقى فلزات ما عدا الهيدروجين لا فلز، وهنا بتبقى فيها كل حاجة، فيها بعض الفلزات وأشباه الفلزات كلها واللا فلزات كلها والغازات الخام كلها ماشي، كل حاجة. مجموعة الأقلاء والمجموعة الصفرية. مجموعة الأقلاء رقم المجموعة بتاعتها إيه؟ 2 إيه؟ المجموعة الصفرية 0، سهلة مفيهاش حاجة. الموقع في الجدول الدوري ده بتبقى في الفئة
اس يسار الجدول الدوري، انما المجموعه الصفريه في اقصى يمين الجدول الدوري في الفئه بي. ده الموقع. عدد الكترونات مستوى الطاقه الاخير هنا مثلا في الاقلاء بيبقى واحد، ماشي، لقينا واحد ايه، وديت بتبقى كام؟ مكتمله بالالكترونات. ما احبش اقول صفر، ما احبش اقول 8، احب اقول مكتمله بالالكترونات، لان خد بالك الهيليوم مش اخره 8، اتش اي 2 اخره 2، ولكن هو مكتمل بالالكترونات. او اقول اخر مستوى الطاقه الاخير 8 ما عدا الهيليوم اخره 2، ممكن اقول كده. من امثله العناصر قلنا المجموعه الصفريه هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. الاقلاء، خد بالك طالما قلت الاقلاء دي بتشير للفلزات، ما ينفعش اقول الهيدروجين، هنزل تحت بقى، وللليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، روبيديوم، سيزيوم، قول كل دول عادي جدا. المجموعة 2 ايه والمجموعة 7 ايه في الجدول الدوري من حيث اسم المجموعة؟ الأقلاء الأرضية ودي الهالوجينات. الفئة دي الفئة اس ودي الفئة بي. عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير دي 2 ودي 7. 2 ايه يبقى 2، 7 ايه يبقى 7، ما فيهاش حاجة. الأمثلة قلنا هنا البريليوم والمغنيسيوم والكالسيوم. طب 7 ايه؟ فلور، كلور، بروم، يود، استاتين. ماشي سهل. الزئبق والبروم الرمز الكيميائي ده اتش جي وده بي ار. الحالة الفيزيائية 2 سائلين. نوع العناصر ده فلز وده لا فلز. الفلزات ولا فلزات. عدد الكترونات مستوى الطاقة الأخير هقول لك أنا. عدد الكترونات مستوى الطاقة الأخير في الفلزات 1 أو 2 أو 3. اللافلزات 5 أو 6 أو 7. الفئة التي تضمها الفلزات بتبقى موجودة في الفئة S، وموجودة في الفئة D، وموجودة في الفئة F فيها فلزات، وفي بعض الفلزات موجودة في الفئة B. جميل. إنما اللافلزات يعني موجودة في كل الفئات. الفلزات توجد في كل الفئات. إنما اللافلزات موجودة في الفئة B فقط. B فقط فيها لافلزات. على فكرة حصة الحل دي مهمة جدا وفيها تريكات حلوة. ما المقصود دي بقى اسيبها لك انت. خلاص بقى مش هنقعد بقى نحل حاجات ايه، نقعد نرغي ونقول كلام يعني مش هو الايه الاساس معانا يعني. خلاص حاول تقول انت التعريفات هتظبط معاك، مش هتبقى صعبة يعني. يلا بينا. خش انت بقى ادرس الاشكال التالية. المتعة بقى، المتعة بقى بلا ما المقصود بلا بتاع يا جدع. المتعة بقى هو ده المتعة، دي المتعة بقى. ادرس الاشكال التالية ثم اجب عما يلي. الشكل المقابل بيمثل مقطعا من الجدول الدوري الحديث. ما اسماء الفئات المشار اليه؟ دي فئة اس، دي بي، برافو عليك. ما عدد مجموعات كل فئة؟ مجموعتين، 10، 6، برافو عليك. الشكل المقابل بيمثل جزءا من الجدول الدوري الحديث. ما نوع كل من العنصر جي والعنصر ايه؟ فين جي اهو. طيب دوت يا مستر انا عارف ان هو من الهالوجينات، ما هو قبل الغازات الخامله يبقى هالوجينات، يبقى ده لا فلز. طب دوت مستر انا عارف ان ديت الدوره الاولى، والدوره الاولى اول عنصر فيها في الجدول الدوري هو الهيدروجين، اذا هو لا فلز ايضا. ما الذي تمثله المنطقه المظلله؟ المنطقه المظلله هنا واحده هنا واحده، 2 2، بص واحده واحده 2 2، ديت اشباه الفلزات. ده تظليل اشباه الفلزات معروف. طيب اذكر الحرف الذي يمثل عنصر انتقالي اللي هو الفئة دي ام. عنصر من الأقلاء ايه واحد، ايه يعني ايه واكس واي، دي كلها أقلاء. طب غاز خامل أي حاجة من هنا يبقى دي. عنصر من الأقلاء الأرضية أي حاجة هنا ال ار. سهلة؟ جميل جدا. خش بقى على اللي بعده. الأشكال التالية تمثل التوزيع الإلكتروني لذرات بعض العناصر. أي من الأشكال يمثل ذرة فلز من الأقلاء؟ طالما قال فلز من الأقلاء أنا عينيا على طول راحت على 3. يا سلام. ليه بقى؟ حضرتك 3 ديت في مستوى طاقة في 2 1. 1 ده معناه إن آخر مستوى طاقة فيه 1، يبقى 1 إيه؟ طب أقلاء أرضية عينيا على طول راحت على رقم 4. ليه؟ عشان آخر مستوى طاقة فيه 2.
طالما في 2 يبقى هو اقلاء ارضيه، يعني 2 ايه. طب شبه فلز، ده حلو ده بقى. اختار مين؟ اقول بي 5، اختار واحد، ده شبه فلز. طب لا فلز هالوجيني، ده البورون 5. لا فلز هالوجيني، مين بقى اللي لا فلز الهالوجيني؟ طالما قال هالوجيني يبقى اخر مستوى طاقه في 7. انا عينيا وقعت على ده، تعالى كده نشوف. 1 2 3 4 5 6 7، هو ده 5. طب غاز خامل، غاز خامل يبقى مين؟ يبقى ده 2. ليه؟ عشان اخر مستوى طاقه مكتمل. 2 3 4 5 6 7 8. سهله، ما فيهاش حاجه، صح؟ جميل. انا احب اعمل كده، بس انا عندي حاجه كده عندنا، ان انا بحب الكتاب يبقى نظيف، ابقى مذاكره من الجلده للجلده، بس احبه يبقى نظيف. ماشي كده؟ ده ما من صغر انا كده احب كده دايما. ماشي. اسئله متنوعه. اهم الاعمال، قول لي انت بقى ايه اهم الاعمال. وما الاساس العلمي؟ كانك بتقارن ما بين الثلاث جداول. مندليف عمل ايه؟ قال لك ان هو رتب العناصر تصاعديا حسب كتلتها الذريه. جه موزلي وصلح وقال لك انا هرتب حسب تصاعديا برضه، بس حسب الاعداد الذريه. بعد كده جه الجدول الدوري الحديث وقال لك انا هرتب العناصر تصاعديا حسب الاعداد الذريه وطريقه ملء مستويات الطاقه الفرعيه بالالكترونات. كده انت قارنت بين الثلاث جداول من حيث الاساس العلمي. الاساس العلمي يعني هترتب العناصر ازاي في الجدول بتاعك. خلاص كده، يلا بينا نخش في الكلام الجميل ده. اكتب ما تعبر عنه كل عبارة من العبارات الآتية. إلكترونات مستوى الطاقة الأخير لذرة العنصر دي اسمها إلكترونات التكافؤ. تاني، يعني أنا مثلا لو جيت أقول لك إن أنا عندي عنصر سي 6 2 4، كده آخر مستوى طاقة ده، الإلكترونات اللي في آخر مستوى طاقة ده بنسميها إلكترونات التكافؤ. الكترونات الايه؟ التكافؤ. يبقى دي اسمها الكترونات التكافؤ. لو اخر مستوى طاقه فيه 5 يبقى 5 الكترونات تكافؤ. ماشي. ببص على اخر مستوى طاقه، مهم جدا اخر مستوى طاقه ده. عالم اقترح طريقه مبسطه لتمثيل عدد الكترونات التكافؤ، اللي هو الالكترونات بتاعت مستوى الطاقه الاخير، حول رمز العنصر. ده العالم لويس. خلاص. اللي بعده، تمثيل نقطي لإلكترونات التكافؤ حول رمز العنصر، تركيب لويس. عدد إلكترونات مفردة في تركيب لويس للعنصر، دي تكافؤ العنصر بقى. يعني ايه الكلام؟ افهمك. يعني انا دلوقتي مثلا لو عندي عنصر زي الصوديوم Na11، فاجي اوزعه اقول لك 2 8 1، 2 8 ايه يا معلم؟ واحد. واعمل Na كده واحط الكترون كده، ده اسمه تركيب لويس. حلو الكلام. طب نعمل حاجة تانية. نعمل حاجة تانية. ادي مثلا الكلور Cl 17 2 8 7، بقول Cl ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7. حلو. اخر يعني الكترون مفرد ده بسميه الكترون التكافؤ، او بسميه التكافؤ بتاع العنصر. يعني ده كده تكافؤ احادي. ليه؟ عشان فيه الكترون واحد مفرد. طب لو هو في الكترون تاني، ده الكترون تاني مفرد، تكافؤ ثنائي. الكترون تاني مفرد، تكافؤ ثلاثي، وهكذا. ماشي. لكن اخر مستوى طاقه اسمه ايه؟ اسمه الكترونات التكافؤ. لكن لو عندي الكترون مفرد في تركيب لويس بسميه التكافؤ بتاع العنصر، تكافؤ العنصر. رقم 5، عناصر لا فلزيه احاديه التكافؤ. ده معناها ايه؟ افهمك. بص، هو العناصر الفلزيه يا اما اخرها 5 يا اما اخرها 6 يا اما اخرها 7، صح؟ حلو قوي. اطرح من التمانية، اطرح من التمانية، اطرح من التمانية، الناتج اللي هيطلع هو التكافؤ. يعني ده كده اي عنصر مستوى الطاقة الاخير بتاعه 5، اطرحه من التمانية هيبقى تكافؤ ثلاثي، دوت هيبقى تكافؤ ثنائي، دوت هيبقى تكافؤ ايه؟ احادي. حد فاهم حاجة؟ بس ده القصد يعني. اصغر اصغر فلزات الاقلاء من حيث نصف القطر. الاقلاء مين هم الاقلاء ده؟ اللي هم ال اي اهو، رابس دول. مش كده؟ حلو قوي. انا كل ما بنزل لتحت الحجم الذري بيزيد،
يبقى اقلهم مين؟ الليثيوم. اقل واحد هو، بعد كده بزيد صح كده؟ يبقى اقل واحد هو الليثيوم. طيب اكثر العناصر 7 ايه نشاطا. مين العناصر 7 ايه؟ تعال نقولهم مع بعض. فلور، كلور، كروم، يود، استاتين. مين اكثرهم نشاطا؟ انا كل ما بنزل لتحت النشاط بيقل في الهالوجينات، يبقى كل ما اطلع لفوق النشاط بيزيد، يبقى اعلاهم نشاط هو مين؟ فلور. برافو عليك، يبقى الفلور. جميل، حلو جدا جدا جدا. انا مبسوط بيك ان انت حد فاهم مش حافظ وخلاص. طيب فاهم دي يعني بتعرف تطبق اللي انت فاهمه، بتعرف تطبق اللي انت حافظه. خلاص. عنصر الاس 16 32. مبدئيا كده انا لما باجي اوزع او اعرف رقم الدوره والمجموعه لازم اوزع الكترونات، وهوزع اكيد هوزع الرقم اللي تحت اللي هو العدد الذري اللي بيساوي عدد الالكترونات. فانا هروح قايل ايه؟ برافو عليك، 2 8 6. 2 8 6. عدد مستويات الطاقه ده معناه ان انا الدوره الكام؟ الثالثه. والمجموعه 6 ايه، يبقى الدوره الثالثه والمجموعه 6 ايه. اخترت بي. برافو عليك، اخترت به يعني. جدع. اي ازواج العناصر التاليه تقع في نفس الدوره من الجدول الدوري الحديث؟ نفس الدوره دي يعني ايه؟ تعال نشوف. انا لو عندي النيون والصوديوم، النيون ان هي 10 يبقى 2 8، والصوديوم 2 8 1. باين ان دي في الدوره الثانيه ودي في الدوره الثالثه، يبقى هم مش في نفس الدوره. الغي. طب الصوديوم والكلور لو لقيت واحده صح خلاص يبقى هنختارها. ادي الصوديوم 2 8 1، وادي الكلور 2 8 ايه 7. قال لا، الدوره الثالثه صح ولا لا؟ ما هو عدد مستويات الطاقه تمثل الدوره الثالثه. سؤال بس، هو انا بجيب الدوره ازاي؟ بعد مستويات الطاقه، مستوى اول ثاني ثالث يبقى الدوره الثالثه، مستوى اول ثاني ثالث دوره ثالثه. طب لو هم مستويين تبقى الدوره الثانيه، لو هم 3 مستويات الدوره الثالثه، لو هم 4 مستويات تبقى الدوره الرابعه. خلاص كده ماشي. انا بتسال على الدوره فهعد مستويات الطاقه. طب لو اتسالت على المجموعه، دي المجموعه الصفريه عشان مكتمله بالالكترونات، دي المجموعه 1 ايه، دي المجموعه 1 ايه، دي مجموعه 7 ايه. عارف انا بجيبها منين؟ من اخر مستوى طاقه. ماشي. كله مبني على التوزيع الالكتروني، ما تعرفش توزع الكترونات يبقى نهارنا لذيذ يعني، ما ينفعش. خلاص. عنصر عدد الذري بتاعه هو عنصر خامل، يقع في الدورة الثانية. الدورة الثانية يعني هعمل مستويين طاقة، وأول مستوى 2 لازم يكتمل علشان أوصل للتاني، التاني لازم يبقى 8 عشان يبقى خامل. إذا عدده الذري كام ده؟ 10 حضرتك. جيم يعني. طيب عنصر من الأقلاء. خد بالك كلمة أقلاء دي تحمل معنى. إيه هو بقى المعنى بتاعها؟ إن أنا عندي عنصر 1 إيه، وطالما هو 1 إيه ماشي، يبقى آخر مستوى طاقة فيه 1، بس هو دورتين يبقى مستويين طاقة، وده لازم يكتمل عشان أوصل للتاني. فحط هنا 1 يبقى عندي كام؟ 3. تاني، أنا ليه حطيت مستويين طاقة؟ مستر هو أقلاء يعني 1 إيه. حلو. طيب وليه والدورة التانية ليه مستويين طاقة؟ عشان الدورة التانية. ليه حطيت 1؟ عشان هو الأقلاء 1 إيه. فهمت القصة إزاي؟ جميل. أنا هشيل القلم ده عشان بدأ يشحر، وتعالى نكتب بقلم لون تاني، نكتب باللون الأحمر. جميل، تحفة. طيب قلنا 3 ماشي. إذا كان مستوى الطاقة الأخير لذرة عنصر الهالوجينات هو مستوى ال، فأنا آخر مستوى هو ال، فهنبني كله كي ال. ماشي كده؟ كي ال ام ان او كي ال. ماشي. بيقول لي إن آخر مستوى طاقة هو هالوجيني. يعني إيه؟ يعني آخر مستوى طاقة 7. ماشي، يبقى ده لازم يبقى 2. 2 و7 كام؟ 9 حضرتك. ده الفلور معروف. برافو عليك. عنصر الذي يقع في نهاية الدورة الثالثة. يعني ايه في نهاية الدورة الثالثة؟ يعني محذوف خالص في آخر الدورة الثالثة. آخر الدورة الثالثة ده يعني مستوى الطاقة 1 2 3، ودي 2 ودي 8. آخر ده يعني هو عنصر خامل، لأن هو في آخر الجدول الدوري خالص. آخر الجدول الدوري يبقى عنصر خامل. 2 و8 و8 كام؟ 18. صح ولا لا بالله عليك؟ 18.
تعال نشوف رقم 7. عنصر يقع في الدورة الثالثة. تعال نشوف دورة ثالثة، يعني نرسم 3 مستويات طاقة. ماشي. ومجموعة 3A. 3A يبقى آخر مستوى طاقة في 3، ولازم أملى دول 2 8. يبقى كام عندي؟ 13. مش ده السؤال. عدد النيوترونات 14. عندي النيوترونات كام؟ 14. معلش. والإلكترونات كام؟ 13. طب ما هو كده مستر البروتونات تساوي الإلكترونات 13 برضه، فأنا عايز العدد الكتلي. ما هو حضرتك عارف إن العدد الكتلي عبارة عن عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. يبقى العدد الكتلي بيساوي عدد البروتونات اللي هو كام؟ 13 أهو، زائد عدد النيوترونات اللي هو كام؟ 14. يبقى العدد الكتلي يطلع كام؟ 27. خلصت. ماشي. امشي مع مسألة واحدة واحدة، هتمشي معاك سهلة وسالكة، ما فيهاش أي حاجة. يعني سؤال لطيف خالص، دمج ما بين الدرسين، الدرس الأول والدرس الثاني. يتضمن تركيب لويس 3 إلكترونات مفردة في مين؟ جرب. أنا لو جيت أجرب ده هلاقي إلكترونين، دوت مش هلاقي حاجة، ده هلاقي 3 فعلا. إيه رأيك أحلها دي على طول؟ بي 15. ده المفروض تجرب، بس أنا هقول لك إنها بي على طول. ليه بقى؟ لما أجي أوزعها أقول 2 8 5. خلاص. هرسم رمز العنصر كده واحط الخمس الكترونات، 1 2 3 4 5. الكترون مفرد، الكترون مفرد، الكترون مفرد. 3 الكترونات ايه؟ مفرد. خلاص. لو انت اخترت اي واحده تانية، دي هتطلع فيها الكترونين مفردين، دي ما فيهاش خالص، دي فيها واحد. ماشي. اي مما يلي يمثل تركيب لويس لذره عنصر النيتروجين N7. N7 لما اجي اوزع الكترونات هتبقى 2 5. ادي النيتروجين 5، 1 2 3 4 5. انا عايز حاجه زي كده، 2 مزدوجين اهو والثلاثه احرار، او 2 مزدوجين اهو وثلاثه احرار. هختار ب. مستر ده مش نفس الترتيب، يعني الاثنين المزدوجين هنا فوق وهنا على الجنب، لا ملهاش علاقه. المهم يبقى عندي 3 مفردين و2 مزدوجين اهو. سهله. جميل. كل مما يلي من عناصر احاديه التكافؤ ما عدا مين؟ لحظه واحده. الهيدروجين ده احادي التكافؤ، الليثيوم ده احادي التكافؤ، الكلور ده احادي التكافؤ، المغنيسيوم لا، المغنيسيوم ثنائي. تعال نفكر كده. الهيدروجين خلاص هو اتش واحد، خلاص هو واحد. ماشي. طب الليثيوم ال اي 3 2 1. ماشي. طب بعد كده الكلور سي ال 17، فتلاقي 2 8 7. اخر مستوى طاقه فيه 7. 7 يعني لا فلز. بنعرف ازاي التكافؤ بتاعه؟ 8 ناقص 7 تطلع كام؟ برافو عليك، 1. يبقى تكافؤ برضو احادي. في الفلزات بنعرف التكافؤ من اخر مستوى طاقه، لو اخر مستوى طاقه فيه 1 يبقى تكافؤ احادي، 2 يبقى تكافؤ ثنائي، 3 يبقى تكافؤ ثلاثي. انما في اللافلزات لو اخره 5 بنطرح من ال8 فيبقى 3، لو اخره 6 بنطرح من ال8 برضو فبيبقى 2، لو اخره 7 بنطرح من ال8 فيبقى 1. حلو الكلام. جميل. عنصر يقع في المجموعة 6A. خد بالك بقى، عنصر يقع في المجموعة 6A يعني آخر مستوى طاقة فيه 6. يبقى ال6 يبقى ال8 ناقص 6 يبقى إيه؟ ثنائي. مستر أنت عرفت منين تطرحه من ال8؟ ما هو يا حبيبي آخر مستوى طاقة فيه 6 ده معناه إن هو لافلز، وعشان أجيب التكافؤ بتاع اللافلز بمسك آخر مستوى طاقة وأطرحه من ال8 فيديني 2، يبقى التكافؤ ده ثنائي. حلو الكلام. أديك مثال. لو أنا عندي عنصر الأكسجين يا سيدي O8، لو انا عايز اوزعه اقول لك 2 6. عايز اجيب التكافؤ بتاعه اعمل ايه؟ اقول 8 ناقص 6 تطلع كام؟ 2. بس تكافؤ ثنائي. سهله. سهله ما فيهاش حاجه، انا حاسس انها سهله. تكافؤ عنصر الارجون ده انت عارف ان هو غاز خامل، فبالتالي تكافؤه زيرو. عناصر الهالوجينات، ما هو الهالوجينات اخرها 7، ف8 ناقص 7 تطلع بواحد. جميل. خش على اللي بعده. الشكل المقابل بيمثل أحد دورات الجدول الدوري الحديث. أي من العناصر التالية يعتبر من الأقلاء الأرضية؟ حلو، لا ركز معايا في دي بقى. أنا هنا 13، يبقى ده كده 14، وده 15، وده 16، وده 17،
وده 18. ارجع ورا، يبقى ده 13، يبقى ده 12، يبقى ده كام؟ 11. ينفع بقى نجاوب؟ أي من العناصر التالية يمثل أقلاء أرضية؟ أنا هختار ده. ليه؟ عشان لما أجي أوزعه هيبقى آخر مستوى طاقة فيه 2، يعني 2 إيه، وده 1 إيه. وخد بالك، أنت عارف ده إيه؟ ده 3 إيه، وده 4 إيه، وده 5 إيه، 6 إيه، 7 إيه، 0 إيه. طب تكافؤ سي، سي أهو. تكافؤ إيه ده؟ لما أجي أوزعه يا مستر هيبقى 2 8 3. هيبقى تكافؤ يا مستر ثلاثي. طيب، عشان آخر مستوى طاقة فيه 3 هو فلز أهو. أصغر العناصر التالية في نصف القطر الذري. عنصر دول يعني، ما أنا ده معروف، ده فلور كده كده يعني. فلور هو أصغر عنصر، وأكبر عنصر هو السيزيوم. ما التغير الحادث في الفلزات الأقلاء بزيادة العدد الذري؟ بالراحة. لما بيزيد العدد الذري في الفلزات الأقلاء، لا مش بتتغير الحالة الفيزيائية. بيقل نصف القطر، لا ده أنا كل ما أنزل لتحت في أي مجموعة بيزيد نص القطر. تنخفض درجة الانصهار ولا تزداد درجة الغليان؟ بص، وانا نازل لتحت في الاقلاء معروفة دي قوي، درجة النشاط الكيميائي بتزيد، يبقى درجة الانصهار بتقل. تنخفض درجة الانصهار وتنخفض درجة الغليان، ده وانا نازل لتحت. ماشي كده، بزيادة العدد الذري. اي المجموعات التالية في الجدول الدوري تضم انشط الفلزات؟ طبعا مجموعة الاقلاء 1 ايه. ماشي، مجموعة الاقلاء 1 ايه انشط من 2 ايه بالمناسبة يعني. طيب، يلا بينا. يلا بينا. تركيب لويس النقطي للعنصر Cl17، واعمله انت بقى، انا لسه عامله على فكرة هنا. ماشي كده ازاي؟ بمسك الكلور بوزعه 2 8 7، بمسك الكترونات التكافؤ وبحطها على هيئة نقط حوالين رمز العنصر. 1 2 3 4 5 6 7، ده اللي بيتكتب. يتضمن نموذج لويس لذرة الفلور كم إلكترون مفرد؟ بص، ما هو بيقول لك F9 صح؟ فأنت توزع إلكتروناتك 2 7. ماشي، أدي الإف أهو. 7 1 2 3 4 5 6 7. يبقى كم إلكترون مفرد؟ 1. سهلة ما فيهاش حاجة. لذا يكون تكافؤه أحادي. تكتب أحادي. ماشي. يدل رقم الدورة الأفقية، أو يعني تعرف رقم الدورة منين؟ من عدد مستويات الطاقة. ورقم المجموعة من عدد آخر إلكترونات، أو آخر إيه؟ من عدد إلكترونات التكافؤ، أو آخر مستوى طاقة فيه كم إلكترون يعني. ماشي. العنصر الذي يحتوي مستوى الطاقة إلا على 5 إلكترونات. ماشي، بص كده. كي ال، أدي الكي وأدي ال، والال فيه 5، أكيد الكي فيه 2، فده إيه؟ 7 صح؟ يبقى السؤال يقع في الدورة الكام؟ ده كده في الدورة الثانية. طب في المجموعة الكام؟ المجموعة 5 ايه. والدورة بنجيبها من عدد مستويات الطاقة. فهمت حاجة؟ بس. يلا بينا. يقع عنصر Na11 في الدورة الثالثة. ليه؟ لما اوزع 2 8 1. فده كده الدورة الثالثة عشان 3 مستويات طاقة. ماشي، ومجموعة كام؟ 1 ايه و3 مستويات طاقة. برافو. نكمل العنصرين، ركز معايا بقى هنا. Mg12 والسي ايه 20 بيقعا في نفس ايه؟ يعني نفس الدورة ولا نفس المجموعة؟ تعالى يعني نشوف الأول توزيع إلكتروني وبعد كده نتفاهم. هم في الدورة الثالثة ومجموعة 2 ايه. بعد كده لما اجي اوزع الكالسيوم هتبقى 2 8 8 2. هقول لك ان هم في الدورة الرابعة ومجموعة 2 ايه فهم يتفقا في المجموعة. الاثنين في نفس المجموعة اهو. بينما الكربون والبريليوم دول هتلاقيهم في نفس الدورة باينة أوي. سي 6
تبقى 2 4. وهنا البي اي 4 تبقى 2 كام؟ 2 2. خد بالك هنا انت في الدورة التانية والمجموعة 4 ايه، عشان اخر مستوى طاقة في 4. هنا انت في الدورة التانية صح؟ بس المجموعة 2 ايه، انا اختار ايه؟ انت في الدورة التانية، اتفقا في الدورة، صح ولا لا؟ صح. ماشي، خش على اللي بعده. تكافؤ عناصر مجموعة الأقلاء كام؟ أحادي. الأقلاء تكافؤها أحادي كلها، بينما الأقلاء الأرضية تكافؤها ثنائي. ليه الأقلاء؟ واحد إيه في آخرها، آخر مستوى طاقة فيه واحد يبقى أحادي. الأقلاء الأرضية آخر مستوى طاقة فيه 2 عشان هي 2 إيه يبقى ثنائي. العنصر الذي يقع في الدورة الثانية في المجموعة 2 إيه. 2 إيه دي الفئة بتاعته أكيد الفائز، مش هنحزق في دي. لكن العدد الذري كام؟ تاني الدورة تانية، أنا هعمل مستويين طاقة وهعمل أول واحد. المجموعة 2 إيه؟ هتحط هنا 2 فيبقى عدد ذري كام حضرتك؟ 4. سهلة صح؟ الفئة مين يا عم؟ الفائز عشان أنت في 2 إيه. سهل. خش في اللي بعده على طول. الشكل المقابل بيمثل مقطعا في الجدول الدوري برموز افتراضية. ماشي. يقع العنصر اللي في الدورة الكام؟ أنا عايز بس أقول لك حاجة معلش، إن أنا هنا كده عايز ألعب اللعبة ديت. إن أنا هنا 11 صح؟ ماشي. فوقية هيبقى كام؟ هبقى 3 عشان طرحت 8، ما هو 11 ناقص 8 أنا بطلع فوق يبقى أطرح. أنزل تحت هجمع، يعني دي كده كام؟ 19 أجمع 8، يعني كده 3 زائد 8 11. 11 زائد 8 9. 19 آسف، ماشي كده؟ طيب لو أنا همشي كده أعمل إيه؟ 20. برافو عليك. طب لو مشيت هنا 21. حلو. ماشي. المجموعة دي ممكن أسميها مجموعة إيه؟ واحد إيه؟ هايل. هايل. ده التلاتة دي بتاعت الليثيوم، وال11 دي بتاعت الصوديوم، وال19 دي بتاعت البوتاسيوم. مش عارف يا عم، وزع. هتبقى 2 1 اخر مستوى طاقة فيه 1 يبقى مجموعة 1 ايه؟ 2 8 1 اخر مستوى طاقة فيه 1. 2 8 8 1 اخر مستوى طاقة فيه 1. اكيد اللي بعدها 2 ايه. طب اكيد اللي بعدها دي. انا بقول لك بص، ما هي ال20 لازقة في ال21، يبقى دي مين بقى؟ دي 2 ايه، دي 3 بي. والاسئلة هتبين لك ده دلوقتي. يقع العنصر في الدورة الكام؟ أعيد تاني معلش، دي يا باشا الدورة التانية، عشان لما أجي أوزع التلاتة دي هتبقى 2 1. فعندي إيه؟ عندي مستويين طاقة. الدورة التانية دي الدورة التالتة، دي الدورة الإيه؟ الرابعة. يلا بينا. يقع العنصر ده في الدورة الكام؟ الدورة الرابعة. برافو عليك. والمجموعة كام؟ المجموعة 2 إيه؟ سهلة، أنا مجاوب كل حاجة. طب العنصر ده من العناصر الفلزات الانتقالية، لأن أنا إيه؟ 3 بي. السؤال ده حلو أوي، وينتمي للفئة دي. السؤال ده تسقيف بصراحة روعة يعني، لأن أنا دخلت في 3 بي أهو باين. ماشي. ما هو بعد 2 إيه مين اللي بيلزق في 2 إيه؟ 3 بي على طول. ماشي. حلو أوي. سؤال رائع رائع، أنا متكيف منه ده. بزيادة العدد الذري لعناصر المجموعة 7 إيه، نص القطر الذري بيزيد طبعا، ودرجة الانصهار والغليان بتزداد برضه. النشاط بيقل ودرجة الانصهار والغليان بيزيد. أنشط العناصر بتاعت الهالوجينات، مين أنشطهم؟ بص، عناصر الهالوجينات نقولهم تاني: فلور، كلور، كروم، يود، استاتين. معترض؟ لا. في النشاط الكيميائي كل لما بنزل لتحت اللي بيحصل للنشاط بيقل، يبقى أول واحد هو مين؟ الفلور، أعلاهم نشاط. بينما أنشط عناصر الأقلاء، مين عناصر الأقلاء أساسا؟ اكتبهم. صح ولا لا؟ ماشي. كل ما بنزل لتحت النشاط بيزيد، فأنشط واحد هو السيزيوم. حلو الكلام ده؟ تحفة. كلما اتجهنا لأسفل في الأقلاء، إيه اللي بيحصل؟ النشاط الكيميائي بيزيد. ما فيهاش حاجة يعني. وعارف عايز تعرف بيزيد ليه؟ حجمه الذري بيزيد، فبيسهل فقد الإلكترونات. ما علينا.
تعال نشوف أكمل العبارات الآتية إيه مستخدما الكلمات اللي قدامنا دي. عدد الغازات الخاملة وعدد الغازات اللافلزية الأخرى. الغازات الخاملة 6، الغازات اللافلزية الأخرى 5، فدي أكتر من دي صح. عدد عناصر الدورة الرابعة وعدد عناصر الدورة الثالثة. الدورة الرابعة أكتر. عدد عناصر الدورة الرابعة 18 عنصر. عدد عناصر الدورة الثالثة 8 عناصر. هنتجاهل اللي في النص الفئة دي لأنها لسه ما جاتش. درجة غليان البروم ودرجة غليان الكلور. سؤال رائع، هو بيختبرني في الهالوجينات. فلور، كلور، بروم، يود، استاتين. الراجل بيسألني من مين ومين بقى؟ البروم صح والكلور. طب سؤال معلش، انا درجة الغليان اللي بيحصل كل لما بنزل تحت، كل ما انزل تحت النشاط بيقل ودرجة الغليان بتزيد، يعني البروم اكتر يبقى اكبر منه. شوف الجمال والحلاوة، يبقى البروم اكبر لان كل ما انزل لتحت درجة الغليان بتزيد. فالكلور قليلة، البروم اعلى، اليود اعلى، الاستاتين اعلى. ماشي. النشاط الكيميائي للاقلاء ولا الاقلاء الارضية؟ لا، الاقلاء الارضية اقل من الاقلاء، بس الاقلاء دي اعلى حاجة في النشاط. يلا بينا، يلا بينا. عناصر الدورة الواحدة، الدورة الواحدة اللي هي ماشية كده، متشابهة في الخواص الكيميائية؟ لا، العناصر بتاعت المجموعة الواحدة متشابهة في الخواص الكيميائية عشان هي متشابهة في عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الإيه؟ الأخير. ماشي. عنصر يقع في الدورة الأولى والمجموعة الصفرية. حلو ده بقى. الدورة الأولى يعني مستوى طاقة 1، المجموعة الصفرية يعني أملى مستوى الطاقة ده بالإلكترونات اللي هو 2، فعدد الذري بيبقى 2 اللي هو الهيليوم يعني عدد ذري 1 2 مش 1. العنصر الذي يقع في الدورة الثانية، فاروح راسم مستويين طاقة، والمجموعة 6 ايه؟ 2 6. ده عنصر فلزي تكافؤ ثنائي. بص، هو عنصر لا فلزي تكافؤ ثنائي، بس هو لا فلزي. ليه بقى يا حبيبي؟ لأن أنت عندك 6 هتطرح من 8 يعني 8 ناقص 6 يعني فتديني كام؟ 2. قشطة. بس ما تنساش إن ده 6 يعني لا فلز، آخره 6. ماشي، 5 أو 6 أو 7 صح ولا لا؟ يبقى لا فلز. ماشي. تعال نشوف بقى ده. عنصر عدد ذرة 4 و12 و20 تقع في نفس الدورة. طب بص، 4 وأدي 6 أهو وأدي 20، وزع 2 2 وده 2 4 وده 2 8 8 2. ماشي؟ حلو أوي. أنا آسف، ده 12، أنا مش عارف جبت 6 دي منين. 12 2 8 2 دول بيقعوا في نفس الإيه؟ برافو عليك يا هاد، في نفس المجموعة مش في نفس الدورة. تقع في مجموعة واحد صح كده، عشان كلهم في المجموعة 2 ايه؟ جدع، عشان آخر مستوى طاقة في 2. برافو عليك. اقترح العالم موزلي طريقة سهلة للتعبير عن إلكترونات التكافؤ. لا، ده العالم مين؟ لويس. تكافؤ عناصر المجموعة 4 ايه يساوي رقم المجموعة. دي صح. ليه بقى؟ لأن أنا مثلا يعني عندي السي 6 لما أجي أوزع إلكتروناته هيبقى 2 4. تكافؤ ايه ده؟ اعمل لي تركيب لويس كده، 1 2 3 4. بس خلاص، الكترون مفرد، التاني، التالت، الرابع، فاربع الكترونات مفرده، ده معناه ان احنا ماشيين مظبوط. يبقى تكافؤ فعلا رباعي. عناصر الاقلاء والهالوجينات كلاهما تكافؤهم احادي. لان الاقلاء مجموعه 1 ايه والهالوجينات مجموعه 7 ايه. اعمل لي كده مثال هنا ومثال هنا. صوديوم مثلا ان 11 2 8 1 صح ولا لا؟ ماشي، ده تكافؤ احادي عشان اخر مستوى طاقه فيه 1. طب هنا مثلا الكلور Cl 17 2 8 7 دوت، ال8 اطرحها من ال7 تطلع بايه؟ بواحد برضه، فالاثنين تكافؤهم احادي. بس ده فلز وده لا فلز. سهل. يزداد نص القطر الذري في المجموعه الواحده بزياده العدد الذري. في المجموعه الواحده وانا نازل لتحت فعلا بيزيد نص القطر. طيب الكلور عنصر غازي
درجة غليانه أقل من 25 ده كلام مظبوط. درجة غليان أي عنصر غازي أقل من 25، ودرجة الانصهار كمان أقل من 25. ماشي. المادة الصلبة بتبقى درجة الغليان والانصهار أعلى من 25. المادة السائلة ما بين الاتنين بقى، درجة الغليان أعلى من 25 ودرجة الانصهار أقل من 25. يقل كل من نص القطر الذري والنشاط الكيميائي كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل في السبعة إيه. تعال نقول السبعة إيه تاني: فلور، كلور، كروم، يود، استاتين. كل ما بتجه من أعلى إلى أسفل في السبعة إيه. إيه اللي بيحصل في نص القطر؟ المفروض بيزداد. طب إيه اللي بيحصل في النشاط الكيميائي؟ المفروض بيقل. فيزداد نص القطر ويقل النشاط الكيميائي. كده ده كده أصح. يزداد نص القطر ويقل النشاط الكيميائي كل ما انزل لتحت، على عكس المجموعة واحد ايه. كل ما انزل لتحت النشاط الكيميائي بيزيد، انما في الهالوجينات كل ما انزل لتحت بيقل. طيب اخر واحدة في صح وغلط، يلا بينا. يعد الفلور اقل العناصر الهالوجينات من حيث درجتي الانصهار والغليان. نقول تاني: فلور، كلور، بروم، يود، استاتين. وانا نازل لتحت النشاط اللي بيحصل له بيقل ودرجة الغليان بتزيد. ففعلا دي اعلى واحده عشان كل ما انا بنزل بتزيد، ودي اقل واحده. فالفلور فعلا هو اقل. ده كلام مظبوط. اقل واحده في الايه؟ في الانصهار والغليان. ماشي. صوب ما تحته خط. يلا بينا نصوب مع بعض. العنصر الذي عدده الذري 18. تعالى كده عايزين نعرف دورته ومجموعته. 18 2 8 8. ماشي يا عم. الدوره الكام؟ الدوره الثالثه مبدئيا يعني. والمجموعه الكام؟ خد بالك هنا بيقول لك المجموعه 16. ركب. بص هقول لك حاجه. انا هقول لك ان هو المجموعه الصفريه، او قول المجموعه 18. بس انا ارشح المجموعه كام؟ 18 عشان اشيل 16 احط 18. فانا احط 18. سهله ولا صعبه؟ سهله. طيب عايز تحط صفريه برضو محدش يقدر يقول لك غلط. العدد الذري لعنصر من الاقلاء الارضيه يقع في الدوره الثانيه. بص الدوره الثانيه يعني مستويين طاقه. الاقلاء الارضيه يعني اخر مستوى طاقه احط فيه 2 عشان هي 2 ايه كده، واحط هنا 2 فيبقى كام؟ 4. ففعلا تساوي كام؟ تساوي 4. ايه بقى سهله، الدنيا بسيطه وبتعدي. طيب يتم تحديد تكافؤ العنصر من عدد البروتونات المفرده، لا من عدد الالكترونات المفرده في تركيب لويس له. طيب تكافؤ عناصر مجموعه الهالوجينات واحد احادي. هو اخر مستوى طاقه فيها 7، ولكن تطرح من 8 فتبقى احادي. يتضمن تركيب لويس النقطي لذره البريليوم بي اي 4. ركز كده. بي اي 4 لما اجي اوزع الكتروناتها تبقى 2 2. امسك البي اي واخد الالكترونات التكافؤ واحطها كده. ده تحتوي على 2 من الالكترونات الايه؟ المفرده. عنصر لا فلزي. ركز بقى معايا دي عشان خاطري. لا فلزي يعني اخر مستوى طاقه. ماشي كده. قول في الدوره الثالثه الاول بس كده عشان الدوره دي بتريحني. ماشي. واحط هنا 2 واحط هنا 8. هو اخر مستوى طاقه ده اللي فيه لعب. ثنائي التكافؤ. ما هو بص ما هو لا فلزي، فيا اما اخره 5 او 6 او 7. اختار مين؟ انا اختار 6 عشان اللي هطرحها من 8 تديني 2 فيبقى ثنائي. اشيل 5 و6 و7 احط هنا ايه؟ 6. ده كده تكافؤ ثنائي. يا مستر عشان هطرح الستة من الثمانية فتديني 2 فكده تكافؤ ثنائي. يبقى عدد الذري كام؟ 16. طب ليه مش 12؟ حضرتك 12 2 8 2 بيقول لك لا فلز. هو ثنائي فعلا بس لا فلز. هو عايز لا فلز وال 12 ده فلز. عنصر اسف، درجة انصهار الليثيوم تساوي درجة انصهار الصوديوم. تعال نشوف كده. آه لي ناك رابسس. دي الطريقة اللي انا حافظ بيها الايه؟ المجموعة واحد ايه؟ ليناك رابسس. ماشي كجملة يعني.
وانا نازل كده النشاط بيزيد، فتلاقي درجة الانصهار والغليان بتقل. ماشي، حلو قوي. فهو بيسأل عن مين بقى؟ الليثيوم والصوديوم. الليثيوم والصوديوم. تاني، وانا نازل كده النشاط الكيميائي بيزيد، يبقى درجة الانصهار بتقل، فيبقى اعلى حاجة بعد كده يقل. اعلى حاجة الليثيوم اكبر من الصوديوم، الليثيوم اكبر من الصوديوم كده كده. طيب رقم 8 بقى، يعد الصوديوم اكبر العناصر الفلزية من حيث نص القطر؟ لا. مين؟ السيزيوم طبعا. طبعا لان انت كل ما بتنزل لتحت في اي مجموعة الحجم الذري بيزيد، نص القطر بيزيد. ماشي. اذكر العدد او الرقم الدال على كل من اللي احنا نقوله ده. عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات في ذرة الكالسيوم. كالسيوم 2 8 8 2، 4 مستويات طاقة. عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير لذرة الغاز النيون. النيون أنا عارف إن هو Ne 10، فلما أجي أوزعه هيبقى 2 كام؟ 8. عدد مستوى الطاقة الأخير كام؟ 8. طب لو أنا مش عارف، ما أنت عارف إن هو 8 عشان هو غاز خام. ماشي. أصغر عدد ذري لعنصر تدور إلكترونات ذرته في 3 مستويات طاقة في الحالة العادية. بالراحة أهو، 3 مستويات طاقة أهو، وأكيد ده 2 وده 8. نرجع تاني بقى للسؤال، بيقول لك أصغر عدد ذري، يعني هحط هنا رقم قليل عشان يبقى عدد ذري قليل، فحط 1. فيبقى مين؟ الصوديوم. ان ايه 11، يبقى ده كده 11. فاهم حاجة؟ ما هو بيقول لك أصغر عدد ذري، هل يعقل إن أنا أحط هنا مثلا 5؟ ليه؟ طب ما أخليها أصغر. ماشي. تكافؤ عنصر المغنيسيوم ثنائي، ما انا لما اجي اعمل المغنيسيوم 2 8 2 تكافؤ ايه؟ ثنائي. طيب عدد الكترونات المفردة في تركيب لويس لذرة الارجون؟ 0. ما هو تركيب لويس بيبقى الالكترونات المفردة فيه 0 للغازات الخاملة، والارجون غاز خامل. تكافؤ الغازات الخاملة 0. عدد الكترونات التكافؤ ذرة الفوسفور ب 15. ماشي، وزعها 2 8 5. بنعمل تركيب لويس لآخر مستوى طاقة، فبقى ايه؟ 1 2 3 4 5. بيقول لك عدد إلكترونات التكافؤ في ذرة البي 15. إلكترونات التكافؤ هي 5، لكن التكافؤ كام؟ ثلاثي. طب أنا أكتب مين؟ تكتب الخمسة طبعا. إلكترونات التكافؤ هي إيه؟ آخر مستوى طاقة فيه كام. لكن بقول لك قول لي التكافؤ كام، تقول له ثلاثي. سهلة ما فيهاش. ماشي، خش على اللي بعده. يلا بينا. جاي يقول لك استخرج الرمز الغير مناسب ثم اربط بين باقي الرموز. لو انا جيت اقول لك المغنيسيوم والالومنيوم والسيليكون والفوسفور، لما نيجي نوزع كده 2 8 2، بعد كده الالومنيوم 2 8 3، بعد كده السيليكون 2 8 4. يا ساتر. بعد كده البي 2 8 5. كلهم زي بعض، كلهم في الدورة الثالثة، وكلهم مختلفين في المجموعة. 2 A 3 A 4 A 5 A. طيب نختار على أي أساس بقى؟ أقول لك أنا على أساس الفئة، لأن هنا الفئة S، لكن هنا الفئة B، هنا الفئة B، هنا الفئة B. ليه؟ عشان دي 2 A، 1 A و2 A في الفئة S، لكن هنا 3 A في الفئة B، 4 A في الفئة B، 5 A في الفئة B. وصلت؟ ماشي، خش على اللي بعده. فكك السؤال كده هتلاقيه ظبط معاك. صوديوم، ليثيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم. تعال نشوف واحدة واحدة كده. ادي ان ايه 11. ماشي، 2 8 1. بعد كده ال اي 3 2 1. بعد كده تلاقي المغنيسيوم 2 8 2. بعد كده تلاقي البوتاسيوم 2 8 8 1. جميل. دوت واحد ايه
ودوت واحد A ودوت واحد A، ده الوحيد اللي 2 A، فكلهم يتفقوا في المجموعة، كلهم موجودين في المجموعة واحد A ما عدا المغنيسيوم، فأنا هختار المغنيسيوم. شفت ازاي؟ يعني أنا مش هعرف أحل إلا إذا وزعت بالظبط كده. تعالى نمشي واحدة واحدة تاني. أدي الفلور F9، وأدي السي 6، وأدي البي 5، وأدي ال AL 13، 2 7، 2 4، 2 3، وديت 2 8. طبعا دي زي دي زي دي كلهم في الدورة التانية ما عدا الألمونيوم في الدورة التالتة. ماشي كده؟ يبقى أختار الألمونيوم وأقول الباقي في الدورة الإيه، عناصر في الدورة التالتة. ماشي. آخر واحدة بقى كده. أدي MG 12، وأدي ال NA 11، وأدي ال BE 4، وأدي ال CA 20. هنا 2 8 2، هنا 2 8 1، هنا 2 2، 2 8 8 2. فانا هقول دي مجموعة 2A، مجموعة 2A، مجموعة 2A، وهختار ديت الوحيدة المختلفة في المجموعة 1A. بختار الصوديوم واقول ان الباقي في المجموعة 2A. سهل. او ممكن اقول ان الباقي تكافؤ ثنائي، صح برضه، تقدر تقول ده وده. تعال نشوف هنا بقى كده على طول. تعال نكمل الجدول ده كده بالعقل كده وبالحب يعني. الدورة الأولى والمجموعة واحد إيه؟ العدد الذري ده بتاع الكلام ده إيه؟ حضرتك تعالى كده وزعها. الدورة الأولى يبقى واحدة واحد، يبقى العدد الذري واحد. الفئة فائس، تركيب لويس، أعمل واي كده وفيها إلكترون واحد، ما فيش حاجة غيره. هنا بقى اللعب شوية. دوت لما تيجي توزعه 12 2 8 2، صح ولا لا؟ أهو 2 8 2. فهتقول الدورة التالتة، هتقول الدورة التالتة، والمجموعة 2A، مجموعة 2A. الفئة مجموعة 2A، يبقى الفئة اس على طول. وتركيب لويس تاخد يعني اخر مستوى طاقة فيه كام الكترون، برافو عليك، وتروح عامل كيو كده اللي هو الرمز اللي هو قايله لك، 1 2. بس خلاص. سهلة ولا صعبة؟ اظن انها سهلة. تعالى نخش في اللي بعده. نكمل يا شبابنا. ماشي كده. الفوسفور بي 15 توزيع الالكتروني 2 8 5، السيليكون توزيع الالكتروني اس اي 14 2 8 4. انما ده هتلاقيه الاي اللي هو مديك الرمز بتاعه اي ال كام؟ 13 2 8 3، فهتبقى اي ال تتكتب كده اي ال 13. تعالى نعمل تركيب لويس للبي 15، عملناه قبل كده. خلاص كده هتلاقي ان اخر مستوى طاقة فيه 5، فهتلاقي البي 1 2 3 4 5، تعملها بالشكل ده. انما الاس اي 14 اخر مستوى طاقة هتلاقيه 4، فيبقى 1 2 3 4. هنا التكافؤ هيبقى ثلاثي، هنا التكافؤ هيبقى رباعي. طبعا الاس اي شبه فلز، البي اخره 5 فيبقى لا فلز، دوت اخره 3 فيبقى فلز عادي مفيش مشاكل. الالومنيوم 3 يبقى تكافؤ ثلاثي، ده تكافؤ رباعي قلنا، وده ثلاثي. ماشي. تعالى بقى ناخد ايه اسئله علل لما ياتي. يقع عنصر الصوديوم ان ايه 11 في الدوره الثالثه، يبقى ليه؟ لان الالكترونات تشغل 3 مستويات طاقه. انت تيجي توزع الكترونات وتلاقي 3 مستويات طاقه في مجموعه واحد ايه، لان اخر مستوى طاقه يحتوي على 1 الكترون بس. يقع كل من الالومنيوم والكلور في نفس الدور. ليه؟ لان عند توزيعهم الكترونيا الالكترونات تشغل 3 مستويات طاقه في كلاهما. يعني ده 2 8 3، ده 2 8 7، ف3 مستويات في كل منهم. يقع كل من الكالسيوم والبريليوم في نفس المجموعه. ليه؟ لان اخر مستوى طاقه في كلاهما كام؟ 2 الكترون. الهالوجينات لا فلز احادي التكافؤ. ليه؟ لان اخر مستوى طاقه يحتوي على 7 الكترونات، كده لا فلز. طب احادي التكافؤ ليه؟ لان تركيب لويس له يحتوي على الكترون واحد مفرد. لازم تقول مفرد دي.
تكافؤ الليثيوم Li3 احادي ليه؟ علشان خاطر ايه بقى؟ تركيب لويس بيحتوي على الكترون واحد مفرد، هنا تركيب لويس بيحتوي على الكترونين مفردين. تكافؤ الغازات الخاملة بيساوي صفر لعدم وجود الكترونات مفردة في تركيب لويس له. لا يمكن اكتشاف عنصر جديد ما بين F9 والO 8. ليه؟ لأن في الجدول الدوري عدد الإلكترونات أو الإلكترونات تزداد بمقدار واحد صحيح، يعني إيه؟ بالاتجاه من اليسار إلى اليمين، أو عدد الإلكترونات بيزداد بمقدار واحد صحيح بالاتجاه من اليسار إلى اليمين في الجدول الدوري. عناصر المجموعة الواحدة في الجدول الدوري بتبقى متشابهة. ليه المجموعة الواحدة متشابهة؟ لاتفاقها في عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير. مثلا يعني مثلا هتلاقي 2 1 2 8 1 2 8 8 1، ده كده مجموعة واحد ايه، تبقى كلها آخرها واحد. تفاعل البوتاسيوم مع الماء أكثر شدة من تفاعل الصوديوم مع الماء. ليه؟ البوتاسيوم مع المية أشد. ليه؟ لو أنت جيت تشوف كده المجموعة واحد ايه، ليه؟ ليه؟ برافو عليك، لأن كلما اتجهنا إلى أسفل بزيادة العدد الذري في المجموعة واحد إيه بيزداد نشاط الكيميائي. صح كده. درجة انصهار الليثيوم Li3 أكبر من درجة انصهار الصوديوم Na11. ليه الانصهار هنا أكتر من هنا؟ لأن كنا أنت اتجهت لأسفل، اللي يحصل درجة الانصهار بتقل. برافو عليك، فتلاقي إن الصوديوم أقل من الليثيوم، لأن كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل في المجموعة واحد إيه بيقل درجة الانصهار. بس كده. أو ممكن أقول لأن الصوديوم يسبق، أنا آسف، لأن الليثيوم يسبق الصوديوم في المجموعة واحد إيه. طب درجة غليان الفلور أقل من درجة غليان الكلور. تعال نشوف فلور، كلور، بروم، يودستاتين. مش قضية. لما أنا بنزل لتحت إيه اللي بيحصل؟ النشاط الكيميائي بيقل بس درجة الغليان بتزيد. خلاص كده. فهتلاقي إن الكلور فعلا درجة غليانه أعلى من الفلور، أو فلور أقل من الكلور. ده كلام منطقي وصح. فهتقول إيه؟ لأن الفلور يسبق الكلور في الهالوجينات، وكلما اتجهت من أعلى إلى أسفل بيحصل إيه؟ بيزداد درجة الغليان. ماشي. البوتاسيوم عنصر صلب في درجة حرارة الغرفة 25. بنقول ليه؟ سهلة دي، ما فيهاش حاجة. لأن العناصر الصلبة درجة الغليان والانصهار يعني بتاعتهم بتبقى أعلى من 25. الكلور عنصر غازي في درجة الحرارة 25، لأن العناصر الغازية درجة الغليان والانصهار بتبقى أقل من 25. ماشي. أنا عايزك أنت تحل لي قارن ديت، هتلاقيها يعني الدنيا سهلة. هتوزع الكترونات وتقول لي المجموعة، الدنيا مش صعبة في الحتة ديت، يعني مش هسيب لك حاجة صعبة. حدد الموقع، عايزك أنت برضو تحلها لي. هختار أنا بعض الحاجات أحلها في مع العدد الذري. ماشي كده. هختار مثلا رقم 3 ديت، الدورة الثالثة في المجموعة الصفرية. الدورة الثالثة يبقى 1 2 3. المجموعة الصفرية يبقى لازم آخر مستوى طاقة فيه يبقى 8، هيبقى 18. سهل. طب تعالى نشوف واحدة هنا كده. عنصر لا فلزي ثنائي التكافؤ في الدورة الثانية. في الدورة الثانية، سوري معلش، في الدورة الثانية يعني آخر يعني مستويين طاقة. طب يعني إيه ثنائي التكافؤ؟ ما هو لا فلزي يعني آخره 5 أو 6 أو 7، بس ثنائي التكافؤ يبقى أحط 6 عشان لما تطرح من 8 يبقى 2. يبقى كام دي كده؟ 2 و6 8. طب تعالى نشوف رقم 10 عشان عجباني. عنصر يقع في الدورة الرابعة 2 8 8. يقع في الدورة الرابعة ومن الأقلاء الأرضية. الأقلاء الأرضية يبقى 2 إيه؟ يبقى أحط 2. يبقى كام؟ 20. طب قول لي مثلا عنصر من الأقلاء يقع في بداية الدورة الرابعة. بداية الدورة الرابعة يعني في الدورة الرابعة أهو. وأقلاء يعني 1، يبقى 2 8 8. مين ده؟ 11. سهلة ما فيهاش حاجة. أنا آسف 19. 2 8 8 1. سهلة. طيب عنصر من الهالوجينات تتوزع إلكتروناته في 3 مستويات طاقة. 1 2 3. هالوجينات يبقى آخره 7. يبقى 2 8 آخره 7 عشان هالوجينات، يبقى كام؟ 17. سهل.
نحل مثلا واحدة كمان أخيرة. عنصر لا فلزي ثلاثي التكافؤ يقع في الدورة الثالثة. الدورة الثالثة يعني 1 2 3، ادي 2 ادي 8. ثلاثي التكافؤ يبقى لازم تبقى دي 5 عشان لما تطرح من 8 تبقى 3. يبقى كام؟ 15. سهلة؟ جميل. ما المقصود بكل من بتاعتك؟ ما النتائج المترتبة على، يلا بينا، عدم احتواء عدم احتواء مستوى الطاقة الخارجي على إلكترونات مفردة. بالنسبة للتكافؤ هيبقى التكافؤ 0. طيب، زيادة العدد الذري لعناصر المجموعة الواحدة في المجموعة الواحدة بالنسبة لعدد مستويات الطاقة. يعني مثلا 2 1، ننزل تحت شوية تبقى 2 8 1، عدد مستويات الطاقة بيزيد، يبقى يزداد عدد مستويات الطاقة بمقدار مستوى كل ما بنزل لتحت. زيادة عدد الذري لعناصر المجموعة الواحدة بالنسبة لنص القطر بيزداد نص القطر. زيادة العدد الذري لعناصر الأقلاء بالنسبة لدرجة الانصهار، درجة النشاط الكيميائي بتزيد ودرجة الانصهار والغليان بتقل، يبقى تقل درجة الانصهار والغليان. زيادة العدد الذري للهالوجينات بالنسبة لدرجة الانصهار والغليان، النشاط الكيميائي بيقل فدرجة الغليان والانصهار بتزيد. زيادة العدد الذري بالنسبة للأقلاء الأرضية بالنسبة للنشاط الكيميائي بيزيد، بالنسبة للهالوجينات بتقل. رتب ما يلي من اليسار لليمين. هبدأ بفلز قوي، بعد كده همشي واروح اقول ايه؟ عنصر انتقالي، بعد كده شبه فلز، بعد كده لا فلز، بعد كده عنصر خام. ماشي. تصاعديا تبعا لعدد الكترونات التكافؤ. الكترونات التكافؤ دي يعني اخر مستوى طاقة، فهتلاقي، انا مش هجاوب برضو على كله علشان الوقت كده ايه سرقنا قوي يعني. اتش اي 2 والسي 6 والاو 8، ادي 2 3، ادي 2، ادي 2 4، ادي 2 6. حلو. ماشي. هرتب تصاعديا يعني من الصغير للكبير. فانا بالنسبه لي ده 1، بعد كده اكبر شويه 2، بعد كده اكبر شويه 3، بعد كده اكبر شويه 4. انا برتبهم كده. طيب، تصاعديا تبعا للتكافؤ. التكافؤ ازاي بقى؟ تعال نقول. ادي السي اي 20، بعد كده الاي ار 18، بعد كده الاي ال 13، بعد كده الاف 9، 2 8 8 2، بعد كده 2 8 8، 2 2 8 3، كده 2 7. هات التكافؤ بتاع ده ثنائي، معلش ما نكتبوش هنا. التكافؤ بتاع ده كام؟ هكتبه هنا. التكافؤ بتاع ده ثنائي، التكافؤ بتاع ده 0، التكافؤ بتاع ده ثلاثي، التكافؤ بتاع ده احادي. رتب بقى الارقام دي. وعايزه ايه؟ تصاعديه يعني من الصغير للكبير. فانا اقول هنا 1 2 3 4، اعلى واحد، فده الترتيب بتاعي. ده كده الترتيب. تصاعديا حسب الحجم الذري، لا دي قولها انت بقى، زهقنا منها بقى بالله عليك. خلاص كده. الحجم الذري، كل انت عارف الهالوجينات، فلور كلور بروم يود ستاتين، رتبهم كده وشوف. ده اقل واحد، بعد كده بنزيد في الحجم الذري كل ما بننزل لتحت. طيب، يلا بينا. يلا بينا بقى نخش في الايه. انا بحب الاسئله دي، بتبقى ممتعه جدا يعني، ممتعه جدا، خطيره. يلا بينا. الشكل المقابل بيوضح التوزيع الالكتروني لذره عنصر اكس. حدد الموقع العنصر اكس في الجدول الدوري الحديث. تعال نشوف اول عدده الذري كام. 2 8 2، ده كده 12. لما اجي اوزعه 2 8 2، برافو عليك. ده في الدورة الثالثة المجموعة 2A الفئة AS طبعا علشان هو 2A. استنتج العدد الذري للعنصر Y الذي يليه في نفس الدورة 13. طب الذي يليه في نفس المجموعة 12 زائد 8 20 يعني. يلا بينا. الشكلان المقابلان يوضحا التوزيع الإلكتروني لإكس وواي. احسب العدد الذري لإكس 2 8. تعالى بقى نشوف بقى. 1 2 3 4 5 6، يبقى 2 8 6، يبقى ده كام؟ 16. طب ده كام؟ 1 2 3، ماشي. 2 8 8 1 يبقى كام؟ 19 يعني. حلو قوي.
يعني حسبنا العدد الذري الاكس يا سيدي. اذكر رقم الدوره ورقم المجموعه لكل منهما. رقم الدوره ده 3 2 8 6 3، وهنا الدوره الرابعه 2 8 8 1. طيب وضح تركيب لويس النقطي لكل منهما. مش ده 2 8 6؟ خلاص ادي اكس اهو، 1 2 3 4 5 6. برافو، ده تركيب لويس النقطي ده. طب واي، تركيب لويس النقطي نقطة واحدة. هنا براحتك، حطها زي ما انت عايز. حدد التكافؤ، ده ثنائي وده احادي. خلاص. الشكل المقابل بيمثل جزءا من الجدول الدوري الحديث. اوجد العدد الذري للعنصر الذي يسبق العنصر بي. يسبق العنصر بي في نفس الدور. خد بالك يعني عايز نعمل ايه؟ يعني عايز نرجع لورا كده. يسبقه يعني قبله في نفس الدورة، يعني هنا كده. مين ده؟ 16. نقل له واحد. طب كده هزيد واحد، يعني ده كده 18. اذكر رقم الدورة والمجموعة للعنصر دي. 18 يا جدع، تبقى دي طبعا رقم الدورة بتاعتنا، الدورة الثالثة، لأن لما أجي أوزعها يبقى 2 8 8، يعني 3 مستويات طاقة. ورقم المجموعة كام؟ المجموعة الصفرية، لأن دوت 2 8 8 يعني آخر مستوى طاقة مكتمل بالإلكترونات، يبقى دوت غاز خامل يعني في المجموعة الصفرية. الدورة كام اتفقنا؟ الدورة الثالثة. جبتها منين؟ من عدد مستويات الطاقة 2 8 8. ارسم نموذج لويس لإيه؟ إيه ده؟ هتطلع لفوق كده 17. اطرح اطرح 17 من الثمان، يعني 17 ناقص 8 تبقى 9. ماشي. عايز تركيب لويس يعني دي؟ ما هو 9 يبقى 2 7. يبقى تركيب لويس اهو 1 2 3 4 5 6 7. ده تركيب لويس ليه؟ اكمل. تقع هذه العناصر اقصى، برافو عليك، يمين الجدول الدوري وهي تابعة للفئة بي. صح، لان انت اتكلمت عن غاز خامل فاكيد هنا يعني. تعال نشوف القصة دي. اذكر اسم هذه المجموعة بالله عليك يا راجل، ده باين عليها هيليوم يا جدع. طيب اوجد العدد الذري بتاع زد. اجمع 8، يعني ايه تقول ايه بقى؟ 10. 2 زائد 8 10 زائد 8 زائد 8 كله. اوجد رقم الدورة للعنصر اي ار 18. دي الدورة الكام؟ ما توزعها 2 8 8، يبقى الدورة الثالثة، ثلاث مستويات طاقة. قول لي التكافؤ بتاع الارجون 0 عشان غاز خامل. من تركيب لويس المقابل ده بيقع في الدورة الثالثة 2 8. ماشي 2 8، ودي الكترونات التكافؤ 1 2 3 4 5 6. نوع العنصر دوت لافلز. رقم المجموعة 6 ايه؟ جدع. تعال نشوف الحدوته. الاشكال التالية تمثل تركيب لويس النقطي. الاشكال التالية تمثل تركيب لويس النقطي. احسب العدد الذري للعنصر اكس اذا علمت انه في الدورة الثالثة. اكس ده لو انت عرفت في الدورة الثالثة يبقى اهو 2 8 2 8، والدورة الثالثة 1 2 3 4 5 5. عدد ذري كام؟ 15. استنتج رقم المجموعة التي يقع فيها ايه. ايه ده رقم المجموعة فيها كام؟ رقم المجموعة ده يعني آخر مستوى طاقة، يعني 1 2 3 4 5 6. هو مش عدد الإلكترونات دي بتشير إلى عدد الإلكترونات في آخر مستوى طاقة؟ ف1 2 3 4 5 6 يبقى 6 إيه؟ 6 إيه؟ صح ولا لا؟ كلام منطقي. أي العناصر السابقة تعبر عما يلي. قول لي أنت مع التفسير، يعني مين فيهم لافلز ثلاثي التكافؤ؟ أي لافلز ثلاثي التكافؤ؟ أنا أختار 3. ماشي، ثلاثي التكافؤ عشان فيه 3 إلكترونات حر. ماشي. طب اقول لك حاجه، ايه رايك ان انا هقول ان رقم 4 ورقم 1 مختلفين، يعني ده ثنائي التكافؤ وده ثنائي التكافؤ، بس ده فلز وده لا فلز. ليه؟ عشان هنا اخر مستوى طاقه فيه 1 2 3 4 5 6 6، لكن هنا في 2 بس. ماشي. عنصر تكافؤه صفر، مين؟ 2 مكتمل اهو. فلز ثنائي التكافؤ، اختار رقم 4. هو ده ثنائي وده ثنائي، بس انا اختار ده عشان ده الكترونين بس، انما دوت 6 الكترونات، فبالتالي هو لا فلز. الشكل المقابل الجميل دوت. ما اسم هذه المجموعة؟ المجموعة دي حضرتك 1 ايه؟ دي 11، يبقى ديت كام؟ 19. يبقى خلاص بقى يعني تطلع فوق تبقى كام؟ 3. ما اسم هذه المجموعة؟ ما تكافؤ عناصرها أحادي.
احسب العدد الذري للعنصر زد، حسبناه طلع 19. اذكر الحرف الدال اعلى هذه العناصر في درجة الغليان. كل ما بنزل لتحت النشاط بيزيد والغليان بتقل، يبقى ده اعلاهم غليان يعني اكس. انشط هذه العناصر ام. الشكل المقابل بيمثل احد دورات الجدول الدوري الحديث. تك. ما الدورة؟ ما هو دي كلها دورة واحدة صح؟ عرفت منين ان الدورة كام؟ الدورة الثالثة. عرفتها منين؟ وزع ال 11 كده 2 8 1. عدد مستويات الطاقة بيشير إلى رقم الدورة. ليه؟ تاني، ما هو لأن عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات تشير إلى عدد الدورة. ما هذه من هذه الدورة؟ اذكر الحرف الدال على غاز خامل آخر واحد زد. العنصر الفلزي نشيط جدا اكس. صح ولا لا؟ لأن أنا كل ما بمشي كده النشاط بيقل لحد ما أوصل إن أبقى عنصر خامل. ما العدد الذري الواي؟ 11 12 13. ما تكافؤ زد؟ 0. الشكل المقابل بيمثل، السؤال ده حلو، الدورة الثانية والثالثة. راجل محترم. حدد مع التفسير أي العنصرين واي وبي نص قطر ذرته أكبر. فين واي؟ فين بي؟ دول صح؟ ماشي. وأنا بنزل لتحت نص قطر بيزيد، فبي بي نص قطره أعلى. طب دبليو دي، دبليو دي حضرتك مين أكثر نشاطا؟ دي، لأن أنا في السبعة إيه. خلاص كده، فكنا بنزل لتحت النشاط بي ال. صح؟ كلام جميل جدا، يبقى اعلاهم نشاط هو دي. نكمل كلام. بيقول لك اسئله متنوعه. صنف كل مجموعه من العناصر التاليه الى مجموعتين بحيث تضم كل مجموعه عناصر متشابهه في الخواص الكيميائيه. يبقى عايز مجاميع يعني مثلا هفهمك حاجه. تعالى ناخد دي كده وانت تحل اللي بعدها بدماغك انت. صنفهم مجاميع. انا عندي البي اي دي هتلاقيها مجموعه 2 ايه، يبقى انا هعمل واحده مجموعه 2 ايه وواحدة تانية هعملها مجموعة 4A. الله، أحط البي إي في 2A، لما أوزعها تبقى إيه؟ 2 2 فتبقى 2A. أحط دي كمان، دي 2 6. يا ساتر. صنفها إلى صنف كل مجموعة، هتلاقي دي 2 6 ففي 6A كمان. الأو وديت 2 8 2 فهتتحط هنا برضو CA. وبعد كده برضو MG. وبعد كده الاس 2 8 6. انا اسف مش 4، 2 8 6 فتحط هنا اس. كده انت صنفتهم الى مجموعتين. هنا برضو هتلاقي تصنيف مجموعتين، هتلاقي في مجموعة 1A وهتلاقي في مجموعة 7A. صنف. دي هتلاقي 1A ودي 1A ودي 7A دي 1A دي 7A. خلاص كده صنفهم. وضح بالرسم التخطيطي التوزيع الإلكتروني للعنصر ده. ماشي، أو ده سؤال على فكرة، يعني لازم ارسم توزيع إلكتروني 2 6. يلا يا عم ألف مبروك. حدد الموقع. الدورة الكام؟ الثانية. المجموعة إيه؟ 6 إيه. بس خلاص سهل. استنتج العدد الذري للعنصر الذي يليه في نفس المجموعة. 8 زائد كام؟ 8 16. طب الذي يليه في نفس الدورة 9 زود 1. يبقى في نفس المجموعة زود 8، في نفس الدورة زود 1. خلاص. خش على اللي بعديه على طول. عنصر اكس تحتوي نواته على البروتونات 13 والنيوترونات 14. احسب العدد الذري هيبقى هو 13. العدد الكتلي A بتساوي بروتونات زائد نيوترونات 13 زائد 14 تطلع 2 7 27. حدد رقم الدورة ورقم المجموعة لما اجي اوزع الالكترونات تبقى 2 8 3. رقم الدورة 3، رقم المجموعة 3 ايه. 3 عشان 3 مستويات طاقة، 3 ايه عشان اخر مستوى طاقة فيه 3. خلاص ماشي. اذكر اهم اعمال لويس، قولها انت بقى دي. لديك عنصرين اهم، حدد نوع وفئة كل عنصر. انا عايزك انت تجاوبها. ارسم تركيب لويس، هرسمها انا دي. CL 17. فكرك 2 8 7. بمسك اخر مستوى طاقة وبنقط 1 2 3 4 5 6 7. ده تركيب لويس.
الألمونيوم Al13 1 2 3. سهل خلاص. حدد انت النوع والفئة بقى والمكان وقول لي المكان فين. ماشي. وضح بالرسم التخطيطي الكلام دوت يا عم. ايه 16 2 8 6 وبي 10 2 8. حدد رقم الدورة، ده الدورة الثالثة ده الدورة الثانية. ده مجموعة دي 6 خد بالك. دي مجموعة 6. ايه دي المجموعة الصفرية. ماشي. اذكر نوع ديت لفلز وديت غاز خامل. احسب العدد الذري للعنصر الذي يلي ايه في نفس الدورة. 16 يبقى 17 مفيش حاجة يعني. طيب ما هو في نفس الدورة يبقى زود واحد. خش على اللي بعده. خش على اللي بعده. عنصر عدد بروتوناته 11. عدد نيوتروناته يزيد عن بروتوناته بمقدار واحد. يعني نيوتروناته 12 يعني. ما هو يزيد عن البروتونات دي بمقدار واحد. احسب عدد النيوكلونات. الايه اللي هو عدد الكتل اللي هو عدد النيوكلونات بيساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات تساوي 2 3 23. احسب التكافؤ. تكافؤ احادي. يلا 2 8 1 اخر مستوى طاقه في واحد. يبقى تكافؤ احادي على طول على طول ما فيهاش حاجه سهله يعني. واي يقع في الدوره الثانيه 1 2 وفي المجموعه 7 ايه يبقى 7. خلاص كده. العدد الذري يبقى كام؟ 2 و7 كام؟ 9. برافو عليك. التكافؤ بتاعنا كام؟ احادي لان هنطرح من 8 يبقى تكافؤ ايه؟ احادي. يلا خش على اللي بعده بسرعه كده عشان الوقت ايه ازح مننا ازحه مش حلوه خالص خالص يعني. عنصر اكس وواي من الاقلاء. نص القطر بتاع اكس اهو ونص القطر بتاع واي اهو اكبر باين. ايهما اكثر نشاطا؟ واي. ليه؟ لان انا عارف ان اكس هتلاقي بعديه واي. لان انا عارف ان انا لما بنزل لتحت نص القطر بيزيد فده معناه ان واي اسفل اكس. فهتلاقي ان واي انشط لكن درجه غليان اكس اعلى. خلاص لان كل ما انزل لتحت درجه الانصهار والغليان بتقل. الجدول المقابل بيوضح درجتي الانصهار والغليان لأربع مواد. حدد الحالة الفيزيائية لكل مادة في درجة حرارة الغرفة. درجة حرارة الغرفة دي حضرتك اللي هي 25 يعني. فأنا عايز حالة المادة هنا عند 25. 25 درجة انصهارها 50 وغليانها 90. دي لسه يعني 25 دي لسه ما وصلناش فتبقى صلبة لسه محتفظة بنفسها صلبة. طب هنا لا ده انا حررتها ل 25 وهي المفروض بتنصهر عند 20 فانا زودت. فدي لا ده سائله وعشان تغلي محتاجه 120 فبعيده قوي. طب هنا ماده سي لا ده انا هنا حاطط برضو ما بين طالما انا ما بين الاثنين ما بين مثلا الرقم ده والرقم ده انا سائل. ايه رايك في اللعبه دي؟ طالما الرقم اللي هو مديهوني ما بين الرقمين بتوع الماده يبقى انا سائل. قبل الاثنين يبقى صلب بعد الاثنين يبقى غاز. طب هنا شوف بعد الاثنين هيبقى غاز. 25 بعد -5 وبعد ال 18 هيبقى غاز. حدد المواد التي تكون في الحالة سائلة. كده أنا خلاص جاوبت السؤال ده. صلبة سائلة سائلة غاز. ماشي. تعالى بقى نجاوب سؤال تاني. بيقول لك أنا عن درجة حرارة 85 مين هيبقى سائل؟ بمعنى صح ال 85 دي إمتى هتبقى في النص؟ سهلة والله. في المادة هنا ما هو ال 85 هتبقى ما بين ال 50 وال 90 صح. وما بين ال20 وال120 صح برضه. صح ما بين ال20 وال120 صح. طب ال85 لا ده بعد ال70 ما تبقى دي ما تنفعش. طب هنا لا ده بعد ال18 ما تنفعش يبقى A وB. A وB سهله ما فيهاش حاجه سهله وايه سهله ومش مستنى. انا كنت بعمل ايه انا كنت هعمل ايه خلاص كده هتبقى A وB. ماشي. طب خش على اللي بعده. اسئله تقيس بقى الحاجات الجميله. مقدار الفرق يعني هطرح ما بين عدد العناصر الفائز في الدورة الثانية وعدد العناصر الفائز في الدورة الرابعة. هتبقى صفر طبعا لأن يعني كده كده هما اتنين. عدد العناصر الفائز في الدورة الثالثة 2. عدد العناصر الفائز في الدورة الرابعة 2. ماشي. عنصر عدد ذري 18 فإن العنصر الذي يسبقه بمجموعتين يعني قبله بمجموعتين. خد بالك 18 أهو
ال 18 دي في المجموعة الصفرية. أنا عندي مجموعة اسمها 7A قبلها، وعندي مجموعة اسمها 6A قبلها. فأنا هرجع لورا للمجموعة 7A فأقول 17. أرجع ورا تاني فأقول برافو عليك 16، يبقى الإجابة 16. جميل السؤال ده، تحفة فعلا، ده مستويات عليا، ده محترم ده. الشكل المقابل بيمثل مقطع من الجدول الدوري. العنصر سي من المجموعة، لا لحظة واحدة، مين العنصر سي ده بقى؟ أنا أقول لك، أنا أجيبها لك بالتفصيل دي. 16 اطرح من الثمانية هتبقى 8. ماشي، 8 2 في 8 ب 16، ف8 و8 16. ماشي، يبقى أنت تطرح. ماشي، يبقى 16 ناقص 8 ب 8. امشي كده 9، ده كده 9. طيب لو مشيت ماشية كمان، يعني لو حطيت مربع هنا كده هيبقى 10. يعني ده كده كله غاز خامل 2 8. خلاص كده، يبقى دي طبعا غازات خاملة. السي دي غازات خاملة، ده أكيد. ليه؟ أقول لك حاجة حلوة، بلاش الرغي ده كله، بلاش الرغي ده كله. أنا عندي فكرة لطيفة خالص من غير ما نعمل أي حاجة خالص. تقدر تقول لي دي المجموعة دي إيه؟ المجموعة دي 6 إيه؟ عشان لما أجي أوزع ال 16 2 8 6 6 إيه؟ يبقى اللي بعدها إيه؟ 7 إيه؟ يبقى اللي بعدها برافو عليك صفرية، اللي هي دي، يبقى غازات خام. العنصر دي 7 ايه، ده جميل ده. هتبقى دي 8، يبقى دي 9. 9 ده فلور لو انت ناصح يعني، اول عنصر من الهالوجينات، يبقى غاز. العدد الذري لايه؟ ما هو 8 يبقى قبلها كام؟ 7. بس خلاص، فين يا عم 7 اهو. يقع البوتاسيوم في الدورة الرابعة والمجموعة واحد ايه؟ اتقل بقى. انا عارف ان البوتاسيوم يا مستر في الدورة الرابعة، هو اللي قال لي 2 8 8، ومجموعة واحد ايه؟ يبقى واحد. ومديني العدد الكتلي، بيقول لك ان النظير 42. انا عارف ان 42 ده العدد الكتلي اللي بيتكتب جنب البوتاسيوم، جنب المغنيسيوم، جنب الكربون، جنب الهيدروجين، بيتكتب كده. طيب انا بقى عايز مين بقى حضرتك؟ عدد النيوترونات. حضرتك عارف ان العدد الكتلي بيساوي بروتونات، صح ولا لا؟ بروتونات زائد نيوترونات، صح؟ ماشي. عايز اجيب النيوترونات، اعمل ايه؟ اقول ان ال N بتساوي A ناقص B. يعني 42 ناقص كام؟ ناقص عدد البروتونات يا ده اللي هو 19، ده اللي هو بيساوي الالكترونات يعني. يبقى 42 ناقص 19 تطلع ب 23. بس حد عنده اي مشاكل؟ 23. معايا العدد الكتلي ومعايا العدد الذري، اجيب عدد النيوترونات عادي جدا كاني في الدرس الايه؟ الاول. طيب دول اخر صفحه خلاص كده، فما تقلقش يعني، بس افكار لطيفه يعني. عنصر واي يقع في الدورة الثالثة. الدورة الثالثة 2 8 3. ماشي يا عم، شكرا. يعني 3 مستويات يعني. يحتوي مستوى الطاقة الخارجة على 2 إلكترون، أدي 2، يبقى ده 2 وده 8. فإن العدد الذري لعنصر زد الذي يليه في نفس المجموعة، ما هو دي كده 12، يليه في نفس المجموعة يبقى 20. خلاص، مجمع 8 يعني. أي الأشكال التالية تمثل تركيب لويس لعنصر غير نشط ب. سوري، إيه ده؟ إيه اللي أنا بعمله ده؟ أنا شفت مكتمل وخلاص. اروح على طول اختار الف. ليه؟ لان مفيش الكترونات حره، وانا بقول لك من عندي ان ده الهيليوم. اه. عنصر A يقع في الدوره الثانيه. الدوره الثانيه اهو، يحتوي على 3 الكترونات مفرده في مستوى الطاقه الخارجي وفقا لتركيب لويس. بقول لك ايه، بص، هو حاجه من اتنين، ما لهمش تالت. ماشي كده، يا اما يبقى في 3 الكترونات مفرده بالطريقه دي، وساعتها هيبقى 3 2 فيبقى 5 ومفيش 5. يا اما بقى يبقى فيها تركايه عاليه قوي، يعني 5 لو موجوده هختارها. خلاص، بس ليها اجابه تانية. ايه بقى؟ ان ممكن ترتيب لويس يبقى بطريقه تانية ويبقى ثلاثي برضه. يبقى في 3 الكترونات مفرده. ازاي؟ يبقى في الكترون مفرد هنا وهنا وهنا، وهنا الكترونين مزدوجين، صح ولا لا؟ جميل. بس خلاص، خلصت. فبالتالي يبقى 1 2 3 4 5. فيبقى عندي اهو توزيع الكتروني 2 5. ولما اجي اعمل ترتيب لويس عملت اهو، وفعلا اداني 3 الكترونات مفرده، وفي واحد زوج اهو. فيبقى 2 5 كام؟ 7. لا، سؤال صايع قوي ده. من الجدول المقابل عند درجه حراره 26. عند درجه حراره 26
26 دي تعتبر هنا، فدي مادة سائل. هنا دي يعني ما بين ال 19 وال 102. وهنا 26 لا بعدها، تبقى دي غازية لأنها كده غليت. وهنا ده دي صلبة. ليه؟ لأنها تعتبر قبل ال 71 ده، قبل الرقمين أصلا، فصلبة. فالمادة إيه؟ مادة صلبة؟ لا سائلة. المادة سي مادة صلبة؟ يبقى أنا هختار ب على طول من غير ما أكمل. يعبر عن العلاقة ما بين درجة النشاط للعناصر الأقلاء والدورة. كل ما بنزل تحت كل ما بزيد في رقم الدورة، وكل ما بزيد في درجة النشاط في الأقلاء. فطبعا اختار ج. ما النتائج المترتبة على زيادة نص قطر العناصر الهالوجينات؟ يعني كل ما بنزل تحت العناصر الهالوجينات ايه اللي بيحصل لدرجة الانصهار؟ درجة الانصهار بتزيد. جدع، تزداد درجة الانصهار. معروف كل ما بنزل لتحت درجة الانصهار والغليان بتزيد. الشكل المقابل بيمثل جزء من الجدول الدوري. العنصر اكس دوت 282 يعني 12. ان كان الناس متفوقه بقى فبسرعه. اوجد العدد الذري للعنصر بي. ما انا هزيد يبقى كده كام؟ برافو عليك، 20 زدت 8. بنزل تحت. اذكر الفئه التي ينتمي اليها بي. فيها مين؟ فيها اس طبعا، لان هو في المجموعه 2 a، هاجي اوزعه 2 8 8 2 2 a، يبقى في الفئه اس. حدد رقم الدوره ورقم المجموعه لدي. دي 12 تبقى دي 11، ارجع لورا بواحد. دي 12 يبقى دي 11، يعني لو عايز سي كمان هتبقى 13 عادي يعني. دي 11. حدد رقم الدوره 281 يبقى الدوره الثالثه. حدد رقم المجموعه 281 يعني 1 ايه. حدد رقم الدوره للفئه لسي، ما انت عارف ان ده 13. رقم الدوره الثالثه. طيب حدد الفئه بتاعت ايه؟ انت لخمتني يا جدع. 12 ارجع لورا هتبقى كام؟ انا اسف، انا اسف. كام؟ شوف هنكتب ازاي. 12 ناقص 8 تبقى كام؟ 4. ماشي. فبيقول لك رقم الدوره تبقى الدوره الثانيه طبعا. 4 2 2 يعني ايه؟ مستويين طاقه يعني. خلاص. والفئه بتاعتها هي فئه اس برضو، علشان في 2 ايه يبقى فئه اس. العنصر واي يحتوي مستوى الطاقه ام على ضعف عدد الالكترونات. هو في ام؟ ماشي. يبقى كده كي ايه؟ كي ال ام 2 8. اخر مستوى طاقه بيحتوي على ضعف الالكترونات هنا يبقى 4 ضعف دي. رسمت التوزيع الالكتروني، بس طالما طالب منك يبقى لازم تعمله مظبوط. حدد رقم الدوره الثالثه. حدد رقم المجموعه 4 ايه. سهله. احسب عدد البروتونات. ما انا عارف يا اخويا 14 بروتون. طب العدد الذري، ما هو حضرتك 14 برضه، ما هو بروتونات هي العدد الذري هي الالكترونات. العنصر اكس، يلا بينا بقى، يلا بينا دلعني بقى. العنصر ايه؟ اكس. تتوزع الكتروناته في 4 مستويات طاقه. 1 2 3 4. راجل محترم ده. 2 8 8. ونشوف اخر واحد ده بيقول ايه. يحتوي مستوى الطاقه الاخير على نصف عدد الكترونات كي، يعني محتوى على 1. نص الاثنين دي. رسمت ماشي. كي ال ام ان. مش عارف احل على فكره من غير ما ارسم، فشكرا يعني. حدد موقعه. الدوره الكام؟ يا عم انا عارف ان هو الدوره الرابعه، وعارف ان هو مجموعه 1 ايه. ده الموقع. العدد الذري 19 عارفين. عنصر اكس تحتوي نواه ذرته على 20 متعادل. ماشي، 20 نيوترون يعني. وعارف ان هو الايه بتساوي 39. ده البوتاسيوم على طول. عايز التكافؤ يا جدع. طب ما نجيب عدد البروتونات ونجيب منه التكافؤ. عدد البروتونات بيساوي ايه على طول كده؟ عدد كتلي ناقص عدد نيوترونات، يعني 39 ناقص 20 تساوي كام؟ 19. لما اجي اوزعه 2 8 8 1، فهقول ايه بقى؟ هو العنصر ده اكس صح؟ اكس اهو. اعمل كده بس خلاص، شكرا خلصت. ده كده تركيب لويس بتاعه. طب تركيب لويس ده يقول لي ايه؟ ان تكافؤ ايه؟ تكافؤ وحيد. سهله. جميل. تعال نكمل كلامنا بقى، احنا كده خلاص هانت اهي. يا اخي هانت. الشكل المقابل. عندنا عنصر اكس عدده ذري 3 فيبقى 2 1. وعنصر واي عدده الذري 4 فيبقى 2 2. وعنصر زد عدده الذري 5 فيبقى 2 3. حلو. العناصر دي في دورة واحدة ولا مجموعة واحدة؟ مستر العناصر دي كلها في الدورة الثانية. الدورة الثانية ليه؟ لأن كلهم بيتوزعوا في مستويين للطاقة. فيما تختلف هذه العناصر تختلف رقم المجموعة. دي مجموعة 1 ايه، دي مجموعة 2 ايه، دي مجموعة 3 ايه. خلصت. بيختلف يا مستر في رقم المجموعة، وبالتالي على فكرة بيختلفوا في الخواص. طالما بيختلفوا في
رقم المجموعة يبقى اختلف في الخواص. الشكلين المقابلين يمثلان تركيب لويس النقطي لإكس وواي. أنا عندي إكس ده غاز خامل طبعا، لأن كله يعني مفيش إلكترونات مفردة، إنما هنا دوت فلز باين عليه. طب تعالى نشوف، حدد موقع كل منهما في الجدول الدوري. دوت المجموعة الصفرية الدورة استنى بقى، معرفش لسه. طب تعالى كده نشوف إكس دوت الأول. هو بيقول إن هو 10 بروتون. طب ما 10 بروتون يبقى 10 إلكترون، صح ولا لا؟ ماشي. هو عايز نحدد الموقع يعني، خلاص ماشي، ما 2 8 يبقى الدورة الثانية المجموعة الصفرية. خلصت. والفئة يا عم يلا بي. ماشي. استنتج نوع وتكافؤ كل منهم. لا بس استنى بس احدد التاني. واي بقى. بيقول لك واي عدد النيوترونات 20 والعدد الكتلي 39. فانا عايز اجيب عدد البروتونات اللي هو هيساوي ايه؟ عدد كتلي ناقص عدد نيوترونات. ماشي. انت مش حافظ القانون ده، هتقول لي مستر ايه القانون ده؟ هقول لك سهله يا عم. العدد الكتلي مش بيساوي بروتونات زائد نيوترونات؟ ماشي، هاتها واحده واحده. 39 بتساوي عدد البروتونات اللي انا عايز اجيبها زائد عدد النيوترونات اللي هي 20، ودي الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، تبقى عدد البروتونات بتساوي 39 ناقص 20 تطلع ب 19. خلاص ماشي. وزع بقى بسرعه كده. 2 8 8 1، فتبقى الدوره الرابعه والمجموعه واحد ايه؟ سهل. استنتج نوع وتكافؤ كل منهما بقى. دوت هيبقى تكافؤ احادي والتاني تكافؤ صفر. ده نوعه فلز اكس ده نوعه ان هو غاز خامل. بس خلصت خلاص كده. انا خلصت. ايوه طولت مننا شويه انا عارف، ولكن كان لابد ان احنا نحل كل الاسئله. وعلى فكره في اسئله كتير احنا سيبناها، يعني احنا سيبنا مش كتير يعني، مش كتير، بس اللي احنا حليناه كان مهم جدا ان نحدد مواضع كل عنصر من العناصر الاتيه. انا واثق ان احنا حلينا العناصر ديت في الاسئله اللي احنا جبناها. يعني احنا تقريبا يعني هم 20 عنصر، احنا بجد جبنا مواقعهم كلهم. بس مش لازم نجيبهم بقى في سؤال محدد، لا احنا جبناهم على مدار الحل كله. خلاص كده. واهتميت ان انا احل لك واحده مجموعه صفريه، واحل لك اسئله التكافؤ. كانت مهمه جدا برضو ان انا ايه احلها لك. انا عايز رقم 9 دي فيها حاجه عايز اروح لها. عنصر يقع في الدورة الثالثة، هنهي بيها دي. 1 2 3 ودي 2 8. بيقول لك في آخر الفئة بي. هو مين آخر الفئة بي؟ غازات خام. يبقى 8. يبقى كام؟ 18. خلصت. بس ما فيهاش حاجة يعني. سهلة يا شباب. بس كده. شكرا لكم جدا يا شبابنا على حسن الاستماع. نتمنى تدعمونا باللايك. ايوه سيدي ارزع اللايك المتين حالا بانا فعلا. فعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وسي يو ليتر يا شبابنا. and you later. and ايه؟ goodbye. باي.